بس وفي البداية قبل ما نبدأ يا صديقي حابب أعرفك على قناة انمي طرش، قناة على كيفك بتقدم ملخصات جامدة جدا، فعايزين كلنا نروح هناك نشترك في القناة ونفجر الكومنتات عنده. وبتبدأ حكايتنا مع بطلنا تشين واللي بيكون قاتل مستأجر، وبيكون عنده في الوقت ده مهمة قتل راجل فاحش الثراء. تشين بيكون داخل عليه في الوقت ده علشان ينهي المهمة بتاعته وياخد الفلوس اللي اتعرضت عليه، ولكن الراجل بيلاحظ ده وبيكون خايف جدا وبيعرض عليه أضعاف المبلغ اللي اتعرض عليه مقابل إن هو يسيبه، ولكن تشين ما بيكونش مهتم باللي هو بيقوله ولا بالفلوس بتاعته دي، وبيحط المسدس على دماغه وبضغطة زنات واحدة بيقدر إن هو يخلص عليه بالفعل. بيروح بعدها علشان يفتح الخزنة بتاعته، إذ فجأة بيلاقي كنز فيها بيطلع ضوء شديد جدا لدرجة إن هو بيغمى عليه من شدة الضوء. بعدها بيفتح عينه وبيلاقي نفسه متجسد في جسد شخص آخر، بيكون حواليه شوية رجالة عمالين بيحفروا في الأرض، وبطلنا بيفوق على صوتهم في هذه اللحظة. وبعد ما بيستيقظ بالفعل بتجيله ذكريات صاحب الجسد الأصلي اللي هو موجود فيه ده. الذكريات كتيرة جدا لدرجة إن تشين مش فاهم أي حاجة ودماغه تنفجر حرفيا من كتر الذكريات دي. ساعتها بيعرف إن هو تم اغتيال الراجل ده من قبل ساقل قوي. بيفضل يدور في الذكريات بتاعت صاحب الجسد ده وبيعرف إن هو مؤهلاته متوسطة القوة. بعدها بيروح عند الناس اللي بتحفر في الأرض دي وبيعرف إن هم كانوا بيحفروا علشان يدفنوه لما كان ميت. الشباب اول ما بيشوفوه بيكونوا متعصبين جدا ان هو لسه عايش وازاي ما ماتش، وعلى الفور بدون اي مقدمات واحد منهم بيهاجم عليه بضربه قويه جدا، ولكن بطلنا بيقدر ان هو يتصداها باعجوبه. الشاب التاني اللي واقف معاه بيكون جمع كل قوته وهجم عليه بسلاح هو كمان، ولكن بطلنا مش عارف يعمل ايه. بيلاقي قدام الختم الاسطوري بيطلع ضوء ويفعل الهاله دي على نفسه علشان يزيد من سرعته وقوه جسده. بيقرر بعدها ان هو يتعامل معاهم ويفضل يضرب فيهم، وبيكون ده شملهم حرفيا. بيطلع يجري في الوقت ده، الناس بتكون فاكره ان بطلنا شيطان على هيئه بشري، ازاي هو كان ميت. اما بقى بطلنا بيكون حاسس بهاله قويه في جسمه وبقى اقوى من الاول بكتير، ولكن بسبب الطاقه الكبيره اللي هو استخدمها في القتال دي بيغمى عليه في هذه اللحظه. بيمر بينا الوقت وبعد كده بيفتح عينه مره تانية بيلاقي نفسه جوه المنزل بتاع عائلته. امه بتيجي جري عليه ما بيكونش مصدقه نفسها ان هو صحي في الوقت ده وبترحب بيه. بتبدا تحكي له دلوقتي ان هو دخل في غيبوبه لمده 3 ايام وبتكون خايفه عليه جدا، يا ترى انت كويس ولا ايه اللي حصل لك؟ ما بيكونش فاهم اي حاجه وبيسالها يا ترى ايه اللي حصل لي ده علشان يغمى عليا. بتقول له انا ما اعرفش اي حاجه، ان لقيتك في الجبل الخلفي وكنت انت ساعتها غرقان في دمك، ولكن بتطمنه وبتقول له مش عايزاك تقلق ابدا، طول ما انا موجوده انا هحميك لحد اخر نفس فيا. بعدها بشويه بيخبط الباب وبنعرف ان ام ليه مطلوبه للشرطه، بياخدوها بالفعل في الوقت ده، وبطلنا ليه تشينج بيكون خايف جدا على امه، ولكن ما فيش في ايده اي حاجه يعملها دلوقتي. بيمر الوقت وبيجي الليل وبيدخل واحد مختال على بطلنا ليه، بيكون جايب معاه ازازه سم اليشم الاسود، وبيتكلم مع بطلنا وبيحاول ان هو يخدعه في الوقت ده، وبيقول له على فكره ده دواء اسطوري، لو اخدته دلوقتي ما فيش اي حد من الاساطير كلهم هيقدر ان هو يعمل معاك حاجه وهتبقى اقوى منهم. ولكن بطلنا اول ما سمع الصوت ده بيستخبى ورا الباب علشان يشوف مين ده، واول ما بيحس ان هو غريب عن المكان بيهجم عليه وبيمسكه من رقبته بيخنقه. بيقول له انت دلوقتي حالا وقول لي اسمك ومين اللي بعتك هنا والا هخلص عليك. بطلنا بيروح يمسك السم اللي هو جايبه، ولكن الراجل بيخاف وبيقول له على كل حاجه ومين اللي بعته. بنعرف ان اللي بعت الراجل ده بيكون واحد اسمه تشان. بنعرف ان تشان ده ولد من اغنى العائلات اللي موجوده في المدينه كلها كمان، ولكن بطلنا بيخبط الراجل اللي ماسكه في ايده ده خبطه قويه جدا بيوقعه على الارض وبيغمى عليه. بيكون عايز يروح ينتقم من اللي بعته، يا ترى هو بعته لي ليه هنا؟ ولكن امه بتطلع في الوقت ده وبتحذره وبتقول له تشان ده من اقوى العائلات اللي موجوده هنا، خد بالك منه. ما تقلقش انا كده كده هروح للعائله دي واخلص الحسابات بتاعتنا دي كلها معاهم. ولكن بطلنا بيبص على امه بيلاقيها غرقانه في دمها وفي جسمها اصابات كتير فبيتضايق اكتر. بنعرف كمان ان الاصابات اللي موجوده في جسمها دي بسبب الولد اللي اسمه تشان. بطلنا بيكون على اخره وبيربط الراجل اللي موجود معاهم في المنزل وبيقول لها خد بالك من نفسك وانا رايح احل المشكله دي بنفسي. الام بتكون مصدومه حرفيا لان ابنها كان في المستقبل جبان وما بيعملش الحاجات اللي هو بيعملها دي، ولكن بتطمنه مهما حصل ان هي تقف جنبه وهتدعمه. بطلنا بيكون ماشي في الطريق واذ فجاه الختم بتاعه بيتكلم معاه وبيقول له جه ميعاد التدريب دلوقتي حالا يا باشا. وبعدها بيطلع ضوء قوي جدا من الختم ده وبياخد بطلنا المكان غريب، ولكن اذ فجاه اول ما بيوصل للمكان ده بيظهر له تنين وبيحاول ان هو يهاجم عليه. بطلنا بيقدر يتفادى الضربه بتاعته، ولكن بيظهر ضوء مره تانية وبيدخل جوه دماغ بطلنا. بيلاقي صوت بيتكلم معاه بيقول له اهلا بك يا حبيب قلبي، انا صاحب الختم اللي معاك. المهم بنعرف ان الراجل ده بيكون اسمه شياو، بيكمل كلام البطلنا وبيقول له انا مستنيك من فتره طويله على فكره. بطلنا بيكون واقف مش فاهم اي حاجه ومستغرب جدا من كلام الراجل ده، ولكن الراجل بيكمل وبيقول ان هو اتختم في المكان ده من فتره بسلاسل حديديه قويه. بطلنا ما بيكونش مستريح للراجل ده وحاسس ان هو بيكذب عليه لحد ما الراجل بيطلع له كتب مهارات كتيره وكنز كمان، بيعرف ان هو يعرف عن الخيمياء كمان وعارف حاجات كتيره. انا مستعد حالا دلوقتي اعلمك كل حاجه بشرط ان انت تحررني في المستقبل. بيطلع في الوقت ده 3 احجار وبيديله جزء صغير منها، فبطلنا بيكون حاسس بحاجه غريبه حصلت له. بيكون حاسس ان قاعده الصقل بتاعته اتطورت بسرعه هائله، وبيكون
بالفعل اقتنع بكلام الراجل خلاص وصدقه في هذه اللحظه لما شاف بعينه. الراجل بعدها بيتكلم وبيأمره ان هو يشيل الختم بتاع المكان ده، فبيمسكوا بطلنا وقتها والراجل بيفضل يضحك وبيقول انا كده دلوقتي اتحررت يا حبيب قلبي، وبيهجم عليه بكل قوته. بنروح عند الراجل اللي كان بيحاول يقتل بطلنا وبعت له حد عشان يخلص عليه، وبيكون متضايق ومتعصب جدا. بيقول انا بعت له 4 رجاله لحد دلوقتي ولكن كلهم بيروحوا ويختفوا، مفيش اي حد بيظهر منهم، بالاضافه لاخر واحد انا بعته ده بيكون من اقوى الناس المختلين اللي في البلد كلهم. بيكون حاسس في هذه اللحظه ان ام بطلنا هي اللي مخبياهم لان الولد داخل في غيبوبه، يا ترى ايه اللي حصل. بيأمر بقى الرجاله بتاعته ان هم يروحوا دلوقتي عند المنزل بتاعه علشان يراقبوا اي حاجه بتحصل هناك ويبلغوه بيها. ولكن فجاه هم واقفين بيتكلموا بيظهر واحد قدامهم وبيقطع كلامهم. بطلنا اللي بيكون ظهر قدامهم ده وشياو حرفيا مصدوم ومش فاهم اي حاجه. بيقول له ايه اللي حصل ده، يا ترى انت جيت منين؟ ولكن بطلنا بيتجاهل السؤال بتاعه وما بيعبروش ولا بيديله اي اهتمام. بيبص له بكل غرور وبيقول له انت مش عايز تقتلني، انا اهو جيت لك لحد عندك وواقف قدامك. وبالفعل الولد بيأمر الرجاله بتاعته في هذه اللحظه ان هم يهجموا عليه علشان يخلصوا عليه في اسرع وقت ممكن. ولكن بطلنا بيقدر ان هو يتصداهم بكل قوته. شياو واقف مصدوم من قوه بطلنا ازاي بقى قوي كده في الوقت القصير ده. بيقرر في هذه اللحظه ان هو يهجم عليه بنفسه علشان ينهي المهزله اللي بتحصل. ولكن بطلنا كالعاده بيقدر ان هو يتصداه بكل سهوله بدون اي مجهود. شياو بيكون مصدوم حرفيا وحاسس ان هو مخبي قوته ومش عايز يبينها قدامه وبيهجم عليه مره تانية. ولكن بطلنا بيستخدم مهاراته في هذه اللحظه وبيطلع منه هاله شديده جدا في المكان كله، واللي بيكون طلع منها في نفس الوقت نمر قوي كمان. بيتعامل مع شياو في هذه اللحظه وبيقدر ان هو يسحقه بكل سهوله. بالفعل بطلنا بيبص له مرمى على الارض وبيتكلم معاه وبيقول له انا خليك تدفع ثمن كل حاجه انت عملتها معايا. شياو بيفضل يتحايل عليه ان هو يسيبه في الوقت ده، ولكن بطلنا ما بيديلوش اي فرصه يتكلم تاني. بطلنا بيخبطه خبطه بيطيره بعيد عنه وبيسمع صوت من وراه قوي جدا في هذه اللحظه، وبيدرك وقتها ان اللي بيتكلم ده ابو شياو. بيطلع حاله قويه جدا وبيثبت بطلنا، ولكن امه بتظهر في اخر لحظه وبتحاول تصد الهجوم بتاعه. بتطلع حاله قويه هي كمان وبتقول انت ازاي تجرؤ ان انت تضرب ابني وانا موجوده هنا يا حيوان انت. القوه بتاعتها جباره لدرجه ان ابو شياو خايف منها في هذه اللحظه ومش عارف يعمل ايه. بعدها ما بطلنا على الفور بتستخدم مهاره التناسخ وبتهجم عليه. بتقدر بالفعل ان هي تكتف ايده، الراجل بيكون جاب اخره خلاص منها. بيهددهم في الوقت ده ان هو يبلغ شيوخ العشيره لو ما سابوهوش دلوقتي حالا. ولكن بطلنا ليه ما بيكونش همه اي حاجه وبيقول له يلا بينا دلوقتي حالا نروح عند الشيوخ بتوع العشيره ونحكي لهم اللي حصل، وصدقني وقتها انت اللي هتتأذي من الموضوع ده لان انت اللي غلطان. بعدها بيروحوا بالفعل عند شيوخ العشيره وبيكون ليه ماسك شياو وامه بتكون ماسكه ابوه. بيطلع شيخ من الشيوخ دلوقتي وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا وجايين معاكم شياو وابوه ليه؟ بيقرر في الوقت ده ان هو يستدعي كل شيوخ العشيره علشان يجوا يشوفوا المهزله اللي بتحصل دي. ليه بيتكلم معاهم وبيقول لهم دلوقتي ان هو استدعاهم علشان حصلت مشكله كبيره ولازم يحلها له في اسرع وقت ممكن. ولكن واحد من اللي واقفين بيحاول يغلط ليه ان هو ضرب شياو اول، وازاي عندك جراءه بعد اللي انت عملته فيه هو وابوه ده تيجي لحد هنا وانت جايبه في ايدك؟ بطلنا بيرد عليه في هذه اللحظه وبيقول له انت ما تعرفش اي حاجه، تبقى تسكت دلوقتي حالا وتعرف ايه اللي حصل. شياو اللي قدامك وعامل نفسه بريء وغلبان ده بيبعت كل يوم مختلين علشان يخلصوا عليا. الشيخ بيسكته في هذه اللحظه وبيقول لهم انا مش عايز اسمع صوت اي حد يتكلم يكون معاه دليل. ليه بيرد عليه في هذه اللحظه وبيقول ما عنديش اي دليل للاسف، لان الحاجات اللي حصلت دي حصلت فجاه بدون اي سابق انذار. بيصحى شياو في هذه اللحظه على صوت بطلنا وبيبدا ان هو يشتمه اول ما بيشوف وشه. بيكون عمال بيتألم بسبب رجله اللي كسرها له بطلنا. ابو شياو بيكون متعصب جدا هو كمان، ونفس الراجل اللي اتكلم من شويه بيقول له انت ازاي تجرؤ ان انت تعمل فيهم كده؟ ليه بيرد عليهم بكل غرور وبيقول لهم رجله اتكسرت في الطريق بالغلط انا ما عملتش فيها اي حاجه. فالراجل اللي واقف بيكون متضايق جدا من بطلنا وبيهاجم عليه في هذه اللحظه، وامه بتقدر ان هي تصد الهجوم بتاعه. بعدها الشيخ الكبير بيشوف اللي بيحصل ده وبيهاجم عليهم بكل قوته وبيحاول ان هم يهديهم ويوقفهم. وفي هذه الاثناء بيزعق للراجل وبيقول له انت ما عندكش الحق ان انت تهاجم عليه، مش احنا واقفين هنا وبنتكلم معاه. بطلنا بيمسك شياو في هذه اللحظه وبيهدده ان هو يقتله لو ما قالهمش على كل حاجه. بيقول له عرفهم ان انت فشلت قبل كده ان انت تقتلني يجي 4 مرات او اكتر. ولكن شياو بيكون متوتر جدا ومش عارف يرد يقول ايه، فبيسكت ما بيتكلمش. بطلنا بيمسك ايده في الوقت ده وبيكسرها له بالفعل، بيقول له لو ما اتكلمتش انا هكسرك دلوقتي حالا. شياو بيكون بيتألم في الوقت ده وبيشتمه وبيقول له يا ريتني كنت بعت مقتلين اكتر علشان يخلصوا عليك ونخلص منك بقى، انت مجرد كلب وحساله في العائله بتاعتنا مالكش اي 60 لازمه، يا ريتني خلصت عليك من زمان. ابن العبيطه بيكون اعترف على نفسه في الوقت ده، وليه بيكون مبسوط وبيبص للشيوخ وبيقول لهم اديكوا سمعتوا بودانكم. بيقولوا له ان هم هيطبقوا عليه اقصى عقوبه في الوقت ده، بس يا ترى انت وصلت للمستوى ده ازاي يا ليه؟ ليه بيكون فخور بنفسه وبيقرر ان هو يستعرض قوته قدامهم دلوقتي حالا علشان يعرفوا الناس كويس قوي. وبالفعل بيعمل كده والناس بتكون واقفه مصدومه حرفيا من اللي هم بيشوفوه. بيطلع لهم حبوب من الدرجه الاولى وبيقول لهم ان واحد صاحبه علمه الكيمياء وعارف ان هو يوصل بسببها للمستوى الثامن. بيقرروا الشيوخ في هذه اللحظه ان هم يرموا شياو وابوه في السجن بعد ما عرفوا ان هو عامل العمله السوداء دي. بطلنا بيكون واقف لسه، واذ فجاه عائله وانج بتيجي في هذه اللحظه علشان تزور الشيخ الكبير. بيسلموا عليهم وبيرحبوا بيهم وبيقولوا لهم ان هم جايين لحد هنا علشان يشوفوا ليه بعد التطور الكبير اللي هو حصل عليه. الشيخ وقتها بيشاور لهم على ليه وبيعرفهم ان هو ده ليه، بيروحوا لحد عنده علشان يتاكدوا بالفعل ان هو ولا لا. ولكن واذ فجاه بتحصل حاجه غريبه، الراجل
ده بيهجم على بطلنا في هذه اللحظه، وبطلنا بيقدر ان هو يصد الهجمه بتاعته بصعوبه. بيهجم عليه الولد ده مره تانية، ولكن بطلنا ما بيقدرش ان هو يتصدى الضربه بتاعته، وبتصفي مناخيره بنزيف قوي. العائله بتاعته بتحاول ان هو تهديه في الوقت ده، وبتعرف الشيوخ ان ده اقوى واحد موجود عندهم في العائله كمان. بعد ما الولد ضربه ودشمله تماما، بيضحك في هذه اللحظه وبيقول له ما تخافش يا عم، ده انا بهزر معاك، كنت بختبر بس قوه خطيب اختي. بطلنا بيكون واقف مستغرب ومش فاهم اي حاجه في هذه اللحظه. خطيب اختك ايه يا عم، انت بتقول ايه؟ بنعرف بقى في هذه اللحظه ان في وعد بين العائلتين ان بطلنا هيتجوز واحده من العائله بتاعتهم. نشوف بطلنا واقف مع شيوخ العشيره، وساعتها بتظهر بنته وبتكون محتاجه مساعده من الشيخ الاكبر، محتاجه مساعده علشان يعالج جدها واللي بيكون عنده مرض خطير جدا. البنت جايه ومعاها كنوز وعناصر صقل كتيره مقابل ان هو يعالج جدها بس، ومن الواضح واللي احنا شايفينه ان هي بتحب جدها وهو غالي عندها. الشيخ بيرد عليها بيعرفها ان الحاله خطيره، هو مش عارف يعمل ايه. واحد من الشباب اللي بيكونوا واقفين بيفضل يضحك عليه في الوقت ده، وبيستهزأ بعائله ليه اللي هي عائله بطلنا. بيتعصب جدا من كلامه، ولكن ما بيقدرش ان هو يعمل له حاجه لان العائله بتاعته من اقوى العائلات اللي موجوده في المدينه كلها. اما بقى عن بطلنا بنشوفه لما بيطلع كميات كبيره جدا من حبوب الصقل، فالشيخ بيفرح في الوقت ان هو ما بيصدق علشان بيكون عايز يتباهى ليه قدام الناس دي كلها. بيقول لهم زي ما انتم شايفين كده الصديق الخيميائي ده يبقى ابن العائله بتاعتنا. وبالفعل ليه بيقدر ان هو يبهرهم في الوقت ان هم ما بيكونوش مصدقين عينيهم حرفيا، خايفين وقلقانين من ليه لان كده ممكن ياثر على التجاره بتاعتهم. ليه بقى بيفاجئهم في الوقت ده وبيقول لهم ان هو مش عايز يتجوز اي بنت دلوقتي. ساعتها بيبص للولد اللي شايف نفسه من ساعه ما دخل ده، وبيتحدى ان هم يتقابلوا بعد 3 شهور في ساحه الملك، ولو فاز عليه ساعتها ما يسمعش صوته بعد كده ومش هيتجوز البنت بتاعتهم دي كمان. الولد هيسكت اكيد مش هيسكت، بيتعصب عليه في الوقت ده وبيقول له انت شكلك عايز تموت على ايدي دلوقتي، بس انا هسيبك تاخد فرصتك بعد 3 شهور، وصدقني وقتها هخلص عليك قدام الناس كلها في الساحه. بتتعصب واحده من العائله بتاعت الولد ده وبتقول للبطله انت ازاي تكلمه كده يا حيوان، انت اصلا ازاي تتكلم مع اسيادك كده، انت مش عارف اللي واقف قدامك ده مين. بعد كده بينتقل بينا المشهد وبنشوف بطلنا وهو بيتدرب، فجأة بيظهر له ضوء شديد جدا في المكان، وبيظهر له بعد كده الراجل اللي كان مختوم بالسلاسل، وبطلنا قدر ان هو يحرره وقتها. بطلنا ساعتها بيرحب بيه وبيقول له انت جيت في وقتك دلوقتي، انا عايز منك خدمه، عايز منك حاجه اسرع بيها الصقل بتاعي علشان عندي مهمه خطيره بعد 3 شهور. الراجل بيفاجئه وبيكون عارف كل حاجه عن الموضوع ده، وبيتكلم معاه وبيقول له خد بالك انت لو قدرت تخترق للمستوى 9 تقدر تهزم خصمك بكل سهوله، بس بشرط واحد يا ليه لازم تشيل الختم اللي في ايدك ده. بطلنا بيحاول على الفور ان هو يشيله وبيسمع كلامه، ولكن بيفشل ان هو يشيله. الراجل بيتفاجئ وبيقول له ده طبيعي لان انت جسمك لسه ضعيف على فكره، بس انا هساعدك علشان تخلص الصقل بتاعك في اسرع وقت ممكن، وقتها تقدر تفك الختم في المستقبل. ليه في الوقت ده بيساله بيقول له ايه اول حاجه لازم اعملها دلوقتي علشان ابدا في الصقل بتاعي. علشان المعلم يرد عليه ويقول له لازم نروح عند الجبل بتاع عائلتك لان في كنز اسطوري هناك. بعد كده بالفعل بيروحوا علشان يدوروا على الحاجه دي، ولكن بيدوروا كتير جدا بلا فائده. ليه بيكون زهق خلاص وبيقول له تقريبا حد سرقه من هنا، ولكن فجاه ليه بتفعل عليه مخطوطه الكنز وبيكون الدنيا حواليه كلها عواصف شديده. المعلم بيبص له وبيقول له في الوقت ده لو عايز تخرج من اللي انت فيه ده لازم تثق فيا وتمشي ورايا، وبيعرفه بعدها ان هم لازم يمشوا دلوقتي علشان يكملوا بحث عن الكنز ده. ولكن بطلنا ليه لسه بيمشي خطوه واحده فجاه بيقع من فوق الجبل. بيطلع السيف بتاعه في وقتها وبيغرزه في الجبل علشان يحمي نفسه وما يقعش في اخر لحظه، وبالفعل بيقدر ان هو يوقف نفسه، وبيبص تحت بيلاقي افاعي ضخمه واقفه على مدخل الجبل. ساعتها بيدرك بس ان الكنز ممكن يكون موجود جوه ودول واقفين علشان يحموه، وبالفعل بيروح لحد هناك وبيقدر ان هو ياخد الكنز ده. والمعلم واقف مبسوط وبيبارك له على اتمام اول مهمه من المهمات بتاعته. ولكن ليه بيكون متعصب من المعلم لانه كان هيموت كذا مره. بيكون ماسك الكنز في ايده اللي بتكون مرآه وبتعمل درع قوي. بعدها المعلم بيطلب منه ان هو يديها له علشان يفعلها، وبالفعل بيفعلها وبيطلع منها درع قوي في هذه الاثناء، وبيعرفه ان هو لو حط قطره دم على المرايه دي هتندمج معاه وقوه دفاعها هتبقى اسطوريه. ثم من بعد كده بيطلعوا من الكهف علشان يطلع عليهم وحش شبه التنين في هذه الاثناء. بطلنا اول ما بيتشوفه بيتصدم من شكله وبيكون مرعوب تماما. الوحش ده شكله غريب جدا وعنده جناحات كمان، والمعلم بيتكلم وبيقول انا عمري في حياتي ما شفت وحش شبه ده، يا ترى ده ايه؟ والوحش بيكون بيهجم عليهم خلاص في هذه الاثناء، وبيبقى المعلم حاسس بحراره شديده بتدخل في الختم تاني. ولكن ليه بيقرر ان هو يتدخل في الوقت ده وبيهجم عليه بقوه النار، والوحش كمان بيكون بيهجم عليه في هذه الاثناء وبتكون قوتهم متعادله تقريبا. ليه بيكون مصدوم جدا من قوه الوحش ده لانه خلص كل الطاقه اللي عنده تقريبا وما بقاش عنده طاقه نهائي يواجهه. ولكن فجاه يشاء القدر ان الوحش ده يكون عايز ينضم لبطلنا. بيجي بعد كده بقعد فوق راسه والمعلم بيهنيه بيقول له الف مبروك يا باشا، الوحش كده عايز يكون معاك يا ابن المحظوظه يا ليه، ده الوحش بتاعك اللي انت حصلت عليه ده امكانياته عاليه جدا كمان. بعد كده بيدخلوا الكهف وليه بيكون بيضحك على المعلم وبيقول له انت اول واحد هربت من المعركه اول ما شفت الوحش. بيكون ماسك في ايده المرايه اللي هيحط عليها الدم وبيدمجها معاه في الوقت ده. بعد ما بيحط عليها الدم بيكون ليه بيحاول ان هو يمتصها، وكويس قوي بيكون عارف ان هو يستحوذ عليها بالفعل، وبيجرب المعلم ضربته عليها. ولكن الضربه بتاعه المعلم القوي دي ما بتاثرش في بطلنا خالص. ليه بيدرك في الوقت ده كل ما عرف يتحكم في المرايه قوه دفاعها هتبقى اقوى من
الاول. لو عرف كمان يطور من سرعه صقله هيقدر ان هو يطور قوته بشكل اسرع، ووقتها بس قوه دفاعه هتبقى خياليه ويقدر يخترق للمستوى التاسع بسهوله. ما بيكدبش خبر بعد كده وبيروح للسوق علشان يشتري الاكاسير اللي هو ياخدها علشان تساعده في الصقل. بيكون اشترى في الوقت ده شويه اعشاب وفواكه روحيه، وبيبقى في تجمع للناس وعمالين بيضحكوا على واحد بيعاكس واحده. الولد بيحاول ان هو يضايق البنت على قد ما يقدر، والناس واقفه تتفرج مفيش اي ردة فعل منهم. ليه بيكون واقف بره مش فاهم اي حاجه ويسمع الناس وهي بتتكلم وبتقول ان الراجل ده وحش وعامل حاجات وحشه كتير مع بنات. الولد بعد كده بيروح عند البنت وبيحاول ان هو يتهجم عليها، والبنت بتصرخ لاي حد ينجدها. بطلنا ما بيقدرش ان هو يمسك نفسه اكتر من كده وبيروح علشان يخلص البنت من ايد الراجل، ولكن الولد ما بيكونش في قلبه اي رحمه وبيمسك البنت وبيرميها في البحر. بطلنا بيتعصب في الوقت ده وما بيسكتش وبيروح يتعامل معاه وبيدمره حرفيا. بيروح بعد كده ينقذ البنت وبيطلعها وبيعمل لها الاسعافات الاوليه علشان ترجع طبيعيه تاني. بنشوف بعد كده البنت فاقت من الغيبوبه اللي هي كانت فيها، وليه بيدخل يطمن عليها بعد كده. بيعرفها ان هي في امان هنا، وامه كانت قاعده معاها طول الليل وهي اللي غيرت لها هدومها كمان المبلوله. امه بتكون قاعده بره مش فاهمه اي حاجه لحد دلوقتي، وبتكون فاكره ان ابنها اتجوز، ولكن ليه بينفي الموضوع ده بيقول لها مفيش اي حاجه بينا طبعا. بتقول له ازاي يعني وانت شايلها طول الطريق وبتعتني بيها وقاعد جنبها كمان. بيرد عليها بيقول لها حصل معاها موقف وكان لازم اعتني بيها، مش بالضروره يعني ان انا اكون بحبها علشان اعمل كده. والبنت بتكون قاعده تسمع الكلام ده ومحروجه حرفيا ومش قادره تتكلم خالص. تاني يوم بننتقل عند بطلنا ليه، واللي بيكون طالع منه ضوء شديد جدا، وبنعرف كمان ان هو اخترق مستويين وبقى في المستوى العاشر مره واحده. البنت بتجيله في الوقت ده وبتقول له يا ترى انت هتقدر تتغلب على الولد ده ولا هيهزمك قدام الناس كلها. بتحاول ان هي تشجعه، بتقول له انا واثقه ومتاكده منك ان انت هتقدر تهزمه بكل سهوله. وبنعرف ان عدى 3 شهور وخلاص جه وقت المنافسه والناس كلها بتكون متحمسه جدا. بنروح عند ليه بعد كده اللي بتكون امه عماله بتشجعه هي والبنت، وبينزل الحلبه وقتها. المنافس بتاعه بيبص له في الوقت ده وبيحاول ان هو يسخر منه وبيقول له لو انحنيت قدامي دلوقتي واعلنت استسلامك قدام الناس كلها هسيبك تمشي من هنا. ليه بيتضايق عليه في الوقت ده وبيشتمه وبيقول له حبيبي ورينا نفسك دلوقتي وما تتكلمش كتير معايا. وبالفعل بتبدا المباراه في هذه الاثناء، وليه بيحاول ان هو يخلي ضرباته متعادله معاه. بيكون تعب في الوقت ده ومستخدم الدرع بتاعه، ولكن المعلم بيكلمه وبيقول له انت لازم دلوقتي تستخدم قوه القبضه الامبراطوريه. بطلنا بيكون متردد ولكن ما عندوش اي خيار تاني غير انه يستخدم القبضه دي. الخصم بتاعه بيستهزئ بيه وبيضحك عليه على الجانب الاخر، وبيقرر ان هو يهاجم عليه بضربه قويه كمان، ولكن بطلنا بيهاجم عليه بالقبضه هو كمان، والضربتين بيتصادموا مع بعض. بطلنا ليه بيكون ضربته اقوى والناس كلها بتكون مصدومه حرفيا، والشاب بيكون بيضحك وبيهاجم عليه مره تانيه. بيقدر ان هو يصيبه في الوقت ده وبيكون فاكر ان هو خلاص خلص عليه. وقتها امه بتكون قاعده تتفرج هي والبنت والشيوخ كمان كلهم بيكونوا زعلانين. تفتكروا الموضوع خلص على كده؟ لا طبعا، بطلنا بيطلع في الوقت ده وبيوجه له ضربه قويه جدا في وشه. الولد بيضحك بعدها وبيجمع كل قوته بيهاجم على بطلنا بكل غل، ولكن ليه بيكون مستخدم الدرع وبيعرف يتفادى الضربه بتاعته بكل سهوله مره تانيه. بطلنا ليه بيجمع كل قوته في الوقت ده وبيهجم عليه، ولكن الولد بيستخدم الدرع في هذه اللحظه وبيطلع كنز في السماء بيعمل حواليه برق. الشيوخ بتكون بتشهد اللي بيحصل ده، بيكونوا متعصبين جدا لان يعتبر كده الولد بيغش في القتال، لان حبوب البرق اللي هو خدها دي بتنشط الجسد بشكل قوي جدا. وساعتها الشاب بيهجم على بطلنا بدون اي مقدمات، وبيقدر بطلنا ان هو يتفاداها ولكن بتعور في وشه. بيفضل الشاب يهجم على بطلنا بضربات متتاليه على امل ان هو يخلص المعركه. بطلنا ليه بيقدر ان هو يتفادى الضربات بتاعته، ولكن واحده منهم بتيجي عليه وبتخليه مشلول حرفيا ومش قادر يتحرك. المعلم بيصرخ في هذه الاثناء على ليه وبيقول استخدم قوتك كلها علشان تقدر تعيش يا ليه. وبالفعل ليه بيقدر ان هو يستخدم قوته كلها وبيفك نفسه في هذه الاثناء. بيجمع كل قوته في القبضه بتاعته وبيهجم عليه بيخبطه خبطه قويه جدا، وبيقدر ان هو يهزمه شر هزيمه بالفعل. وبكده يكون خلى الولد ده يعترف قدام الناس كلها بالهزيمه بتاعته. وامه بتيجي هي والبنت في الوقت ده وبيهنوه، بيكونوا مبسوطين جدا بيه بالانجاز اللي هو عمله ده. الناس اللي كانت ضد بطلنا بتفضل تهتف باسم عائله ليه ويكونوا مبسوطين هم كمان. الشيوخ على الجانب الاخر مش مصدقين اللي حصل ده وبيكونوا طايرين من الفرحه. بيجي واحد من الشيوخ في الوقت ده وبيهنيه وبيقول له ان هو رفع راس العائله بتاعتهم. بيوعده اول ما يمشوا من هنا هيديله موارد كتير اي حاجه يحتاجها ياخدها. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث وبنشوف ليه لما بيروح عند البنت وبيسالها انت بتعملي ايه هنا لوحدك تاني. البنت ما بتكونش عارفه ترد عليه تقول له ايه، ولكن بنشوفها وهي بترجع فلاش باك في حياتها وهي صغيره قبل كده، وساعتها اختها الكبيره كانت معاها لما كانوا اشرار بيهجموا عليها. وقتها خدتها وخبتها في اشجار كده علشان ما حدش يقدر يوصل لها ابدا، وكانت خايفه عليها كمان. بتعيط في هذه اللحظه وبتكون متاثره جدا من اللي هي افتكرته ده. اختها الكبيره بتكون وحشتها جدا لانها ما شافتهاش من زمان، وبتتكلم مع بطلنا بتقول انا نفسي اشوفها لو مره واحده بس. وبطلنا بتصعب عليه البنت في الوقت ده وبيحاول ان هو يواسيها. البنت بتهدى بالفعل وبتعرفه ان هي ضعيفه وعايزاه يعلمها فنون القتال علشان تدافع عن نفسها. ساعتها بطلنا بتبسط جدا ان في حد عايزه يعلمه وهو بقى معلم كده يعتبر. والبنت بتعرفه ان هي عايزه تتعلمها بالاخص علشان لو شافت اختها في المستقبل بعد كده تقدر ان هي تحميها. وبالفعل بتقدر ان هي تقنع بطلنا وبيوافق ان هو يعلمها. نشوف بطلنا ليه لما كان بالفعل بيدرب البنت. ساعتها بيطلع كتابين مهارات من معاه وبيديهم لها. اول مهاره فيهم بتكون مهاره السيف الحجري المائي، اما المهاره الثانيه بتكون سرعه الحبار اللي بتخلي سرعه جسمها سريعه جدا. بتشكره في الوقت ده وما بيكونش مصدقه نفسها وبتحاول ان هي
هي تقرا اي مهاره منهم، ولكن ما بتكونش فاهمه اي حاجه للاسف. فليه ما بيكدبش خبر وبيبدا بالفعل ان هو يوريها المهاره، وبيمسك غصن شجره من على الارض، بيبدا يفعل المهاره بتاعته اللي بتقسم الارض من تحته لنصفين. البنت بتكون واقفه مش مصدقه عينيها ومصدومه حرفيا، بتكون متحمسه ان هي تجرب المهاره، بتفضل تحاول وتحاول ولكن بتفشل في كل مره. ساعتها ليه بيقرر ان هو يساعدها بنفسه وبيمسك ايدها علشان يعلمها كويس. وقتها بيعلمها ازاي تندمج مع المهاره علشان تقدر تستخدمها. جه الوقت بعد ما علمها كل حاجه ان هي تستخدم المهاره مره تانية، وبالفعل المره دي بتقدر ان هي تستخدمها، ولكن بتلاقي المهاره بتاعتها ان هي ضعيفه جدا. وطبعا ده العادي لان البنت لسه مبتدئه وما عندهاش اي خبره في المهارات دي تماما. بتكون زعلانه ومقهوره لان المهاره بتاعتها ضعيفه جدا للاسف. ولكن بطلنا ليه بيطيب خاطرها بيقول لها ما تزعليش انت لسه مبتدئه، فده الطبيعي يعني. بتفرح شويه البنت، وبعدها ليه بيقرر ان هو يجهز حوض ميه نقيه جدا علشان يبدا يدخل الطاقه داخل جسمها. ولكن ساعتها الحوض بيتكسر، فليه بيستغرب جدا ان طاقته ما بتندمجش مع البنت دي. ساعتها بيسال المعلم بيقول له يا ترى ايه اللي بيحصل ده، ولكن المعلم بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه خالص. بنروح عند بيت ليه بعد كده لما بنشوفه لما كان نايم وشايف ظل بيخنقه، بيكون عمال بيعافر مش قادر ان هو ياخد نفسه، وفاضل ثواني خلاص وينتهي امره. ولكن فجاه بيستيقظ من النوم وبيعرف ان ده كان كابوس. بس الغريب بقى لما استيقظ لقى نفسه لسه مخنوق لحد دلوقتي ومش قادر ياخد نفسه، وفي اثار على رقبته مكان الخنقه. ولكن ما بيكونش اخد باله من العلامات اللي على رقبته دي غير ما بيروح يشرب، ووقتها بيتصدم اول ما بيشوفها. بيفتكر اللي حصل له في الحلم وان الظل ده كان قوي جدا وهو مش قادر عليه. بعدها بنشوف ليه لما بيكون عمال بيدرب البنت في الوقت ده على المهارات بتاعتها، وبيقول لها لازم يكون عندك توازن. وبالفعل البنت بتكون متحمسه جدا وبتفضل تحاول وتحاول. وساعتها المعلم بيظهر عندهم، بيبص البطانه ليه وبيقول له يا ترى انت مالك، انا حاسك نعسان كده ومش مظبط. ليه ما بيكدبش خبر ويبدا ان هو يحكي له اللي حصل امبارح في الحلم. وان الغريب بقى في الموضوع واللي يضحك ان هو بعد ما صحى من النوم لقى اثار على رقبته، بيكون حاسس ومتاكد ان هو مستهدف من قبل شخص قوي جدا. المعلم بياكد كلامه وبيقول له خد بالك اللي انت شفته ده هيتحقق، وده ما كانش مجرد حلم يا ليه. وبعد ما بيعرفوا الكلام ده ساعتها بيدخل في الخاتم بتاعه. بعدها البنت بتيجي وبتقول له ان هي خلصت التدريب بتاعها خلاص، وبتقول له ان هي رايحه السوق. بتطلب منه ان هو يروح معاها السوق علشان لو حد كلمها، وبالفعل بيوافق ان هو يروح معاها. بننتقل بعد كده عندهم لما راحوا السوق، بتشوف هناك احجار روحيه البنت، فبتكون عايزه ان هي تشتريها. ولكن بتتفاجئ بان البياعه ما بترضاش ان هي تبيعها لها، وبتقول لها انا مش هقدر ابيع الاحجار دي للاسف. الست العجوزه بترد عليها وبتقول لها ان المحل بتاعها مراقب من عائله وانج. وبنعرف ان عائله وانج دي طبعا يا شباب اللي بطلنا هزم منها الولد قبل كده. والعائله حذرتها في الوقت ده ان هي ما تبيعش اي احجار من دي، لان اللي هيشتري منها هيحصل له مشاكل هو كمان. وكمان حذروها ان هي لو باعت اي حاجه منها هيموتوها تماما. ليه اول ما بيسمع كلام بيكون على اخره من العائله دي وعايز يروح يخلص عليهم كلهم. بعدها بشويه بيسمع الناس عماله بتتكلم عن المسابقه اللي شغاله دلوقتي، وبنعرف ان المسابقه دي عاملاها عائله ليه اصلا علشان عايزين يجندوا شباب اقوياء، عايزين يجهزوا شباب اقوياء علشان يدخلوا حرب مع عائله وانج. وقتها ليه ما بيكونش عارف حاجه عن المسابقه، فبيسالهم عن مكانها علشان يروح لهم. بعدها بننتقل عند المسابقه ونشوف الشيخ الكبير لعائله ليه بيكون بيكلم الشباب وبيقول لهم خطاب علشان يحمسهم. بيعرفهم ان عائله وانج من اخطر العائلات اللي موجوده في البلد كلها، ولازم يكونوا واخدين بالهم كويس قوي. ليه بيفضل يفكر شويه كده مع نفسه، وساعتها بينادي على الشيخ الكبير وبيقول له ان هو عايز ينضم للمنافسه دي. الناس بتتحمس جدا اول ما بتسمع الكلام ده علشان في كده مدعكه هتحصل هناك. وبالفعل الشيخ الكبير بيوافق، ولكن الراجل المعترض على كل حاجه بيرفض في الوقت ده. بيقول لهم ان ليه ما عندوش اي مؤهلات عاليه علشان ينضم للقتال. ساعتها ليه بص له وضحك ضحكه كلها سخريه عليه. بيقول له انت شكلك نسيت انا عملت ايه في الشاب اللي كان من عائله وانج. ولكن الراجل ما بيكونش طايق ليه ابدا وخلاص جاب اخره منه. ساعتها الشيخ الكبير بيحاول ان هو يهدي الدنيا وبياخد له بعد على جنب علشان يتكلموا في المنافسه. وبيعرفوا ان هم لو كسبوا المنافسه دي كل الموارد اللي موجوده في العائله هتكون ليه بيحس ان دي فرصه جات له من السماء، وبيوافق بالفعل. والناس كلها بتكون فرحانه وبتهتف باسمه. بعد ما خلص معاهم بيروح عند امه وبيحكي لها عن كل حاجه حصلت حرفيا. امه بتكون خايفه عليه وبتقول له المنافسه اللي انت داخلها دي قويه جدا، انا مش هسيبك تنضم ليها. بيفضل يقنعها علشان بالفعل توافق ان هو يروح، ولكن بشرط واحد. بتقول له لازم تاخد البنت دي معاك لان انا حاسه ان البنت دي بتحبك وهتكون زوجتك في المستقبل. البنت لسه جايه بتمشي واذ فجاه بتتكعبل بتقع في حضن بطلنا، وفي وسط لحظه رومانسيه بطلنا بيطمن عليها وبيقول لها انت كويسه ولا ايه اللي حصل لك. ولكن البنت بتكون بتعيط في الوقت ده علشان عايزه تروح تشوف اختها اللي وحشتها. بعدها بنشوف واحد بيجري على بطلنا ليه واللي بيكون ابن عمه، ولكن وإذ فجاه بيتكعبل هو كمان وبيقع على وشه. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل مع الناس دي. بيضحك عليه اللي في الوقت ده وبيكونوا عمالين بيهزروا مع بعض هما الاثنين، وبنعرف ان هو جاي لحد هنا علشان عايز يروح معاه. بيكونوا ماشيين في الطريق وبيكون الولد ده خايف وعمال ماسك في رجل بطلنا، وبيكون ساعتها اصطاد حيوان بري. ولكن بتكون ام الخنزير ده وراهم بالفعل وبتعمل معاهم الصح. بيقدروا ان هم يخلعوا منها وبيفضلوا ان هم يتمشوا شويه والشمس
بتكون خلاص بتغرب. ساعتها ليه بيأمرهم ان هم يريحوا شويه لانهم تعبوا جدا في الطريق، ولكن البنت بتجيله وبتقول له انا حاسه بحاجه غريبه جدا بتحصل. بعدها بيجي الليل عليهم وبنشوفهم كلهم لما بيكونوا جعانين، وليه بيحاول ان هو يصطاد لهم اخطبوط كبير جدا، ولكن الاخطبوط بيهجم على البنت وبيمسكها، فليه بيجري عليه وبيلحقها في اسرع وقت ممكن. من كتر ما هو خايف على البنت بيقدر يقطع الاخطبوط في غمض البصر لقطع صغيره. ليه بعدها بيبص في البحر بيلاقي اخطبوط تاني بيجمع كل قوته في السيف بتاعه، بيخبطه خبطه قويه جدا بسرعه البرق، بيقدر ان هو يقطع الاخطبوط لقطع حرفيا صغيره هو كمان. البنت بتكون فرحانه جدا ان هو قدر يخلص عليهم ويحميها منهم. بعدها بيجي ابن عم ليه واللي بيكون اسمه لين، بنشوف هو ماسك درع في ايده لانه خايف جدا علشان يحمي نفسه. بطلنا بيطمنه بيقول له روح ياخد قطع الاخطبوط ده علشان يطبخها لانهم جعانين جدا. بيمر بينا الوقت وتاني يوم الصبح بنشوفهم لما بيكونوا نايمين، واذ فجاه بيظهر مجموعه من الرجاله المسلحين بيكونوا طمعانين في الحاجات اللي مع بطلنا وعايزين ياخدوها كلها منه بالعافيه. ولين كالعاده بيكون خايف جدا وبيستخبى ورا بطلنا في الوقت ده وبيقول له ابوس ايديك احميني منهم. البنت بتصحى في الوقت ده على صوتهم وبتكون مصدومه من كتر عددهم اللي بيكون كتير قوي. رئيس العصابه اول ما بيشوف البنت بتكلم وبيقول لي احنا هنسيبك تمشي دلوقتي حالا لو سلمتنا البنت الجميله اللي معاك دي. البنت بتتضايق جدا من كلامه وبتمسك سيفه وبتروح تجري عليه وبتجرحه في ايده، والراجل بيتعصب وبيكون على اخره منها. بيهاجم عليها في الوقت ده علشان ياخد حقه منها، ولكن ليه بيمسك ايده بكل سهوله وبيقول له انت بتعمل ايه يا حبيبي. بيكسر ايده في الوقت ده، والراجل بيكون بيصرخ باعلى صوته وبيامر الرجاله بتاعته ان هم يخلصوا على ليه بيقدر ان هو يتعامل معاهم بالفعل وبيكون خلص على جزء كبير جدا منهم. قائد العصابه واقف لا حول له ولا قوه مش عارف يعمل ايه مع الولد ده، بيكون على اخره من ليه وبيهجم عليه في هذه اللحظه، وبيامر بقيه العصابه ان هم يهجموا على البنت بتستخدم مهاره سيف البحار اللي معاها وبتخلص على اول واحد منهم، اما التاني بيهجم عليها في نفس الوقت ولكن مش بتلحق ان هي تتصدى للضربه بتاعته. ليه بيمسك حجاره من على الارض وبيحدفها على الولد ده وبيحاول ان هو يبعده عنها. من قوه الضربه بتاعه الحجاره دي بيقدر ان هو يخلص عليه بالفعل. قائد العصابه في الوقت ده بيخلي واحد من اتباعه يروح يمسك لين الولد الجبان، ولكن ليه مش بيسكت في الوقت ده، بيروح يهجم على بقيه العصابه اللي محاصرين البنت وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. قائد العصابه بقى لوحده دلوقتي وكل الناس اللي معاه ماتت، بيحاول ان هو يجري من ليه في هذه اللحظه علشان يهرب منه، ولكن ليه بيبعت له سيف قوي جدا بيخلص عليه. وفي هذه الاثناء بتظهر بنت من العدم وبتهجم على العصابه، بتقدر تقطع ايديهم واحد ورا التاني. بقيه الناس اللي لسه موجوده بتجري في الوقت ده من قوه البنت دي بتكون قوتها رهيبه حرفيا، وبطلنا ليه واقف منبهر من قوتها. العيال اللي تحت ايدها عماله بتصوت حرفيا وبتتألم وبتقول لها احنا عندنا عيال عايزين نربيهم سيبينا. بطلنا ليه بيفتكر ايام الشقاوه زمان وان هو كان بيقتل اي حد حتى لو عنده اطفال. بتصعب عليه نفسه والولد بيصعب عليها وبيامرها ان هي تسيبهم، ولكن البنت بترد عليها بتقول له مستحيل اسيبهم لانهم مجرمين مطلوبين عندنا في المملكه بتاعتنا. ولكن ليه بيحاول ان هو يتفاوض معاها وبيقول لها طب ما تقتلهمش احبسيهم على الاقل. البنت بتتضايق في الوقت ده بتقول له مالكش دعوه خليك في حالك بعد اذنك. بعدها بشويه بنشوف لين جاي وبيضحك وبيقول للبطلنا انا اسف ان انا اتاخرت عليك. لين بيكون واقف في الوقت ده عمال بيبص للبنت وعلى جمالها وشكله وقع في حبها. بتيجي البنت اللي مع بطلنا بتكون غير على بطلنا منها وبتقول له بعد كده في جنب، وبالفعل البنت في الوقت ده بتهدى وبتعرف بطلنا بنفسها. لين بيكون مبسوط جدا ان هي اتكلمت معاهم وبيقف قدامها بيقول لها انا اسمي لين، ولكن البنت ما بتديلوش اي اهتمام ولا بتبص له حتى حرفيا. البنت اللي مع بطلنا بتقول لها ما شاء الله عليك انت شكلك قويه جدا علشان انت قتلت ناس كتير. بتطلب منها ان هي تيجي معاها المدينه وبتكون البنت مبسوطه ان هي وافقت بالفعل. واما عن اللي بعدها بيمسك الناس دي بيربطها علشان يسلمهم للشرطه، ولكن البنت بتقول له ما تنساش ان انا اللي انقذتك ولازم تسيب لي الناس دي علشان اخدهم اسلمهم في المدينه عندنا. بعد كده بنشوفهم بتمشوا جوه المدينه كلهم، ولين بيكون عمال بيعظم في البنت دي بكلام جميل، بيكون مستغرب كمان ان هي مشهوره في المدينه دي وبيقول لها انا متفاجئ جدا ان انت مشهوره. البنت اللي مع بطلنا بتكون متضايقه في الوقت ده لانها غيرانه على ليه. بتسالها بتقول لها ترى انتوا هتعملوا ايه في المدينه، وبتعرفها ان هم هياخدوا جوله جوه المدينه. بعد كده بيمر بينا الوقت وبنشوف بطلنا ليه لما كان ماسك شنطه مليانه اكل في ايده وبتمشى في الغرفه التجاريه واللي هي السوبر ماركت. بيكونوا مندهشين كلهم حرفيا من كبر المكان وقد ايه هو جميل، واثناء ما هم ماشيين بيشوفوا مزاد فبيروحوا جري عليه، والمزاد بيكون على الاعشاب النادره. البنت بتسالها في الوقت ده يا ترى يا الفضه مش عمله نادره، واللي انا اعرفه ان هي كانت غاليه جدا كمان. فالبنت بترد عليها وبتقول لها ان هي بالنسبه لهم الفضه دي ولا اي حاجه، اسكتي بقى دلوقتي شويه علشان المزاد خلاص هيبدا اهو. وبالفعل المزاد بيبدا في الوقت ده، واول حاجه بتكون موجوده في المزاد هي العملات الذهبيه. بيكونوا مصدومين حرفيا من كتر الفلوس اللي الناس بتدفعها في العملات دي. ليه في الوقت ده من كتر حرق دمه بيقوم علشان يمشي، فبتساله انت عايز تمشي ليه. بيرد عليها وبيقول لها الحاجات اللي موجوده في المزاد كلها غاليه زي ما انت عارفه كده، وانا مش وارث علشان اقعد هنا، واحنا يعتبر دلوقتي قاعدين بنضيع وقت على الفاضي وبنتفرج على المهزله اللي بتحصل دي. لازم نمشي دلوقتي نشوف اي حاجه مفيده نروح نعملها احسن. ولكن البنت شوانج بتفاجئه وبتقول له سيبك من الهبل اللي انت بتقوله ده، اخر عنصر هيظهر في المزاد ده اقوى من كده بكتير، عنصر عليه القيمه والناس كلها يعتبر مستنياه لحد دلوقتي،
بطلنا بيتصدم من الكلام ده وعايز يعرف ايه العنصر ده يا ترى. وبنشوفهم لما خلاص جت وقت الاعلان عن العنصر النادر واللي بتكون حبوب اسطوريه، ومن كتر ما هي نادره جدا الراجل ما بيبقاش عايز يقول عن اسمها. بيبدا المزاد عليها ب100,000 عمله فضيه. فواحد من اللي قاعدين بيضحك وبيقول لهم انا هعرض 110,000. الناس كلها بتفضل تعلق على بعض وبيرفعوا في السعر، ولكن بطلنا ليه بيكون مستغرب لحد دلوقتي من العنصر اللي هو شافه، لان العنصر ده يعتبر من الدرجه الثالثه. وساعتها بيسال البنت يا ترى هو غالي ليه؟ بترد البنت عليه وبتقول له لازم يكون غالي كده لان عدد الكيميائيين اللي موجودين في المدينه قليل جدا، علشان كده هما بيقرروا يبيعوه بالسعر الغالي ده علشان مش اي حد يحصل عليه. بطلنا طبعا بعدها بيتحرق دمه وبياخد البنت وبيمشوا من المكان ده. بيفاجئها وبيقول لها ان هو عارف طريقه هتجيب لهم فلوس كتيره جدا وهيكونوا اغنياء. البنت بتساله وبتقول له يا ترى انت عارف عدد الحبوب اللي موجوده في المدينه؟ ولكن بطلنا مش بيديها اي اهتمام وبيسيبها وبيمشي مع البنت التانيه. بياخد البنت اللي معاه دي وبيروح عند الاكاديميه علشان يقدم في الاختبار اللي هيحصل كمان كام يوم. بيقابله المسؤول في الوقت ده عن الاختبار، بيعرفه القوانين حرف حرف، وبيعرفه ان الاختبار الاول لازم يطلع الهاله بتاعته ويوجهها على العمود اللي قدامه ده، ولو ظهر وقتها اللون الاحمر هيتم اقصائه، اما بقى لو ظهر اللون الاخضر هيتاهل للمرحله اللي بعد كده. والبنت كمان بتتحمس وبتقول له انا هقدم معاك يا ليه علشان اختبر قوتي. بيوافق بطلنا بالفعل والبنت بتودعه بعد كده وبتمشي، وبطلنا بيكون واقف يستنى دوره في الاختبار. وهو واقف بيلاقي ابن عمه لين جاي له في هذه اللحظه وماسك طبق فيه بطيخ ولسه جاي بيعزم على بطلنا ياكل منه، اذ فجاه واحد بيوقعه. بيقول له انت ازاي حيوان انت تجرؤ ان انت تقف في طريقي؟ اركع لي دلوقتي حالا علشان اسامحك. بيتعصب لين جدا في هذه الاثناء وبيقول له ابن عمي اقوى منك بمليون مره، شوف دلوقتي هيعمل فيك ايه يا حيوان انت. ولكن الراجل بيكون عمال بيتريق عليه هو وبطلنا لانهم من الارياف، ولكن بطلنا بيكون متضايق منه جدا وبيطلع حاله قويه ناحيه العمود بتاع الاختبار. طلع كل غضبه على العمود بتاع الاختبار وبالفعل بيظهر الضوء الاخضر وبيتاهل للمرحله الثانيه. ولكن ابن عمه لين بيضحك عليه في هذه اللحظه وبيقول له انت قدرت تعدي منها كده بسهوله، طب انت هتعرف تعدي المرحله الثانيه؟ بطلنا بيضحك في الوقت ده وبيقول له خد بالك الاختبار اللي انا عديته ده كان بالنسبه لي ولا اي حاجه، حتى اتفرج كده. وبيجرب مره ثانيه وبيقدر ان هو يعدي الاختبار بكل سهوله. وبيجي نفس الشاب اللي كان بتنمر عليهم من شويه وبيقدر ان هو يكسر الصخور بالفعل. بيتكلم مع الحكم وبيقول له انا قدرت اجتاز الاختبار بكل سهوله، عايز اتنافس مع الولد اللي اسمه ليه ده. ليه بيكون متحمس جدا وبيوافق بالفعل، ولكن الحكم بيقول لهم خدوا بالكم لو هتتقاتلوا القوانين هتفضل قوانين. بيبداوا الاختبار بعد كده بالفعل، وبنشوف ليه لما قدر ان هو يخلص عليه بضربه واحده بس. وبنشوف الاخت موجوده في الحلبه وبتتقاتل مع راجل قوي مفتول العضلات، بيكون عمال بيستهزئ بيها وبيعمل معاها حركات مش كويسه، ولكن بتتعصب وبتهاجم عليه. بيقول لها يا بنت الغداره انت غدرت بيا، وبيحاول ان هو يصد الضربه ولكن مش بيقدر ان هو يتصداها. الهجمه بتيجي عليه بالفعل في الوقت ده وبتوقعه على الارض مهزوم. بتضحك عليه وبتقول له انت فاكر ان انا بنت صغيره مش هقدر على واحد حيوان زيك؟ والحكم بالفعل في هذه الاثناء بيعلن ان هي فازت وبقت في المركز ال 88. ليه بيكون واقف على الجانب الاخر مصدوم جدا لان ما كانش متوقع ان هي عندها الموهبه دي. بتروح بعد كده البطلة وبتهنيه على التطور اللي حصل عليه ده، ولين بيكون خايف من قوه البنت. بيقول في الوقت ده انا لازم اعمل حساب البنت دي ما اهزرش معاها بعد كده علشان ما تضربنيش. بالرغم ان البنت فازت في القتال ده ولكن بتكون خايفه جدا وبتبدا تحكي لبطلنا عن قد ايه هي كانت مرعوبه بسبب ان الراجل اللي كان قدامها كان ضخم ومفتول العضلات. وبطلنا بيكون مستغرب من تصرفاتها بالفعل ومش فاهم هي بتعمل ايه. بننتقل بعد كده عند الولد الجبان ليه، وبيكون في الحلبه قدام الخصم بتاعه بيحاول ان هو يرشيه بفلوس علشان يسيبه، عايز يطلع بطل قدام بطلنا ويمثل ان هو فاز عليه. وبالفعل بيبداوا المسرحيه بتاعتهم وبيقدر ان هو يصد الضربه الاولى، وبيكون الخصم عمال بيمثل كويس هو كمان، لدرجه ان البنت هوانجي كانت مصدقه ان لين بقى قوي، ولكن ده كله تمثيل زي ما احنا عارفين. وبالفعل في هذه الاثناء بيعلن الحكم عن فوز الولد لين الجبان. بينتقلوا بعد كده عند جبل شياوي اللي هيتم في الاختبار اللي بعد كده. بتتفتح البوابه اللي هيدخلوا منها علشان يروحوا لمكان الاختبار بالفعل. ليه بيكون خايف ان هم يدخلوا وكل واحد فيهم يروح لمكان مختلف، فبيقول لهم انا هعد من 1 ل 3 وننط كلنا مره واحده جوه البوابه دي. وبالفعل بيدخلوا كلهم مره واحده، ولكن لين اول ما بيوصل هناك بيكون بيطمن عليهم واذ فجاه بيهاجم عليه وحش. لين في الوقت ده بينادي على ليه وبيقول له تعالى انقذنا، بوس ايدك الوحش هيخلص عليا. فبطلنا بيفعل قوته وبيستعمل عليه قبضته الاسطوريه وبيهجم عليه حرفيا بيدمره. وبنشوف البنت هوانج اللي بيهجم عليها وحش من نفس الفصيله، ولكن بتستعمل ضربه اعصار المحيط وبتقدر ان هي تمحيه من الوجود. بتكون فرحانه جدا وبتجري على بطلنا وبتقول له انا عرفت اخلص عليه بسهوله. بيكونوا مبسوطين وفرحانين، ولكن واذ فجاه الولد الجبان لين بيجري عليهم وبيكون عمال بيعيط جدا وبيقول لهم انا عايز اروح البيت دلوقتي حالا انا خايف. فبطلنا اول ما بيشوف الموقف ده بيفتكر فلاش باك وهو
صغير كده والعيال كانت بتتنمر عليه. ساعتها جه واحد وقال له انت لازم تموت علشان شكلك وحش جدا، ويفضل يضرب فيه بالحجاره في وشه. بيدرك في هذه اللحظه ان لين عاش حياه بائسه علشان كده وصل للي هو وصل له ده. بنشوف بعد كده لين ماسك في بطلنا وماشي وراه وبيكون خايف جدا، وبطلنا بيستغرب وبيقول له انت ماشي ورايا ليه يا حبيبي؟ فبيرد عليه وبيقول له عشان لو حصل اي حاجه تحميني دلوقتي. فبطلنا بيرد عليه وبيقول له لو انت عايز تبقى اقوى من كده وتاخد حقك من الناس مش هتنفع بالجبن اللي انت فيه ده، لازم تحل المشاكل بتاعتك بنفسك وتاخد قرارات من دماغك علشان تبقى اقوى من الاول بكتير. لين بيتحمس في هذه اللحظه من الكلام بتاع بطلنا وبيروح علشان يقاتل وحش وبيوجه له ضربه اسطوريه، ولكن احنا عارفين ان هو فقري والحلو مش بيكمل معاه وبيتكعبل بيقع على وشه، ولكن هو بيقع بيقدر ان هو يخبط الوحش في رجله وبيعرف ان هو يجتاز الاختبار بالفعل. يا ابن المحظوظه. بيجي بطلنا بعدها وبيهنيه ان هو قادر يجتاز الاختبار. بيخرجوا من البوابه كلهم بعد كده علشان يروح للمستوى اللي بعد كده من الاختبار. اول ما بيدخل البوابه الثانيه بيلاقي نفسه لابس نفس اللبس بتاع حياته الاولانيه قبل ما ينتقل للجسد الجديد. بيستغرب لما بيلاقي الموبايل بتاعه في جيبه وبيطلعه في الوقت ده، فجاه بتهجم عليه امه وبتكون متعصبه جدا، بتخنقه من رقبته وبتقول له انت مين يا حيوان؟ انت استوليت على جسد ابني ليه؟ بيقول لها استنى يا ماما وانا هفهمك كل حاجه، ولكن بتصرخ وبتقول له انت ازاي تجرؤ ان انت تقول لي يا ام اصلا؟ الغريب بقى ان لين وهوانج بيجوا له في الوقت ده وبيهددوه ان هو لازم يرجع الجسد الاصلي. لسه هيتكلم ويفهمه من اللي بيحصل ده، ولكن البنت بتغرز السيف بتاعها في جنبه وبيغمى عليه. اول ما بيفتح عينه بيلاقي الذكريات بتاعته كلها قدامه دلوقتي. ما بيكونش قادر يتحرك من الصداع اللي هو فيه، ولكن بيكون عايز يخرج من المكان ده. بيفضل يقاوم لحد ما بيقدر يكسر الحاجز وبيخرج من المكان بالفعل. بنشوف بقى البنت هوانج لما كانت في مكان هي كانت فيه قبل كده وهي صغيره مع اختها. اول ما بتشوف اختها قدامها بتجري عليها وبتكون عايزه تحضنها لانها وحشتها، ولكن اختها بتبعدها بعيد عنها وبتقول لها ما تجيش جنبي، ابعدي من هنا، انت ليه ما جيتيش تدوري عليا قبل كده؟ هو انت علشان بقى عندك صديق اسمه ليه؟ اختها بتفضل تعاتبها وتعاتبها وتعاتبها وبيظهر منها نسخ كتير جدا في نفس الوقت. البنت ما بتكونش عارفه تعمل ايه من كتر الضغط اللي عليها، حرفيا دماغها هتنفجر. البنت بتفضل تعيط في هذه الاثناء فجأة من جبهتها بتظهر علامة وبتطلع ضوء شديد جدا. بتحضن اختها وبتعتذر لها وبتقول لها بعد ما انفصلنا حاولت ادور عليكي بس انا مش لاقياكي والله. اختها بتقول لها خلي بالك من نفسك انا قبلت الاعتذار بتاعك، وبتمشي وبتسيبها بعد كده. اما عن الولد لين الجبان بيكون موجود لسه جوه الجبل ويفضل يشيل في الحجارة على اساس ان هو يبقى قوي. ليه بيجي من وراه بيخبطه على راسه خبطة قوية جدا، وهوانج بتكون واقفة بعيد عمالة بتتفرج عليهم. بيقول لهم يلا يا حبيبي انت وهي علشان نكمل الاختبار بتاعنا، وبالفعل بيروحوا عند المكان اللي موجود فيه الاختبار اللي بعده. ولكن اول ما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا من كمية الناس اللي قدرت تتجاوز الاختبارات دي وموجوده في المكان. لين لسه بيقول لهم انا هقعد شويه علشان اريح لان تعبان، وفجاه بيجي الحكم علشان يعلن عن بدايه الاختبار. بيبدا يعرفهم القوانين بتاعه الاختبار وبيقول لهم اول 20 متسابق هيكسبوا هيكونوا تلاميذ الاكاديميه. بيبدا يسلم كل واحد موجود فيهم شاره علشان يبداوا الاختبار بالفعل. بعدها بيعرفهم ان الشاره ده عشان تتفعل لازم يدخلوا الطاقه بتاعتهم فيها علشان يعرفوا يستخدموها، لان باختصار كده الشاره دي هي اللي هتخليهم يقدروا يتجاوزوا الاختبارات دي كلها. بيفضلوا يدوروا على حل علشان يلاقوا حاجه تدخل الطاقه داخل الرموز دي. بيفتكروا في هذه اللحظه ان هم شافوا الاعشاب بتاعه الطاقه موجوده في الجبل، ووقتها بيروحوا على طول علشان يجيبوها. بيفضلوا يدوروا في كل مكان، واذ فجاه بتلاقي هوانج عشبه قدامها شكلها غريب شويه. بتعرفهم في الوقت ده ان العشبه دي غريبه وشكلها مش طبيعي زي الاعشاب اللي جنبها. بطلنا بيقدر يتعرف على العشبه دي بالفعل وبيعرف ان هي عشبه التنين الاسطوريه، لان باختصار كده يا ساده وقع من التنين قبل كده زمان دم على الارض هنا، ووقتها اتكونت الشجره وسموها عشبه التنين الاسطوريه. بطلنا بيطلب من هوانج في الوقت ده ان هي تديله الشاره بتاعتها لان عليها العشبه. بيجرب في الوقت ده ان هو يدمجها معاها وبيحاول لحد ما بيطلع منها ضوء شديد جدا. بيدرك بطلنا وقتها ان كده تعرف مكانهم خلاص واتكشفوا. بيطلب منهم في الوقت ده ان هم يجروا من هنا في اسرع وقت ممكن، وبالفعل بيكونوا عمالين بيجروا وبيكونوا خلاص تعبانين جدا وبيدوروا على نقطه ميه علشان يشربوا، ولكن ما بيكونوش لاقيين للاسف. بيكملوا طريقهم بعد كده وبيكونوا عمالين بيدوروا على العناصر اللي هم جايين لحد هنا علشانها، ولكن ما بيكونوش لاقيين حاجه، وبيقرروا ان هم يكملوا لحد ما بيوصلوا عند نهر. بيوصلوا عند النهر ده بيفضلوا يدوروا فيه ما بيلاقوش اي حاجه للاسف، وبتيجي كابوريايا بتعض ايد لين، وطبعا لانه جبان بيخاف من خياله بيكون مرعوب جدا وبيفضل يصرخ في المكان. بيقول لهم يلا بينا نمشي من هنا دلوقتي حالا لاننا موجودين هنا بلا فائده، عمالين بندور من صباحيه ربنا ومش لاقيين اي حاجه للاسف. ولكن بيكون حاسس باحساس غريب جدا في الوقت ده، وبيسال هوانج يا ترى انت حاسه نفس الاحساس ولا لا؟ البنت بتاكد كلامه بالفعل وبتقول له ايوه انا حاسه نفس الاحساس ده، في حاجه غريبه جدا هتحصل، انا حاسه ان في خير جاي علينا وان احنا هنوصل للحاجه اللي احنا بندور عليها دي. وزي ما عرفنا بطلنا ليه قبل كده ان احسن مكان للاختفاء هو العشب وبين الاشجار، فساعتها كانوا واقفين قدام بركه الميه وبصوا لها كده وكانه بيقول لنفسه احسن مكان للاختفاء هو قطره الميه، فلازم دلوقتي ننزل ان احنا ندور عليها في اسرع وقت ممكن علشان نلاقيها. وبنشوفهم بالفعل بعد كده لما بينزلوا كلهم لبركه الميه وبيبداوا ان هم يدوروا تحت على قطره الميه، ولكن وبعد تدوير كتير قوي ما بيقدروش ان هم يلاقوها ولا ليها وجود اساسا، فبيقرروا ان هم يطلعوا مره تانية على وش الميه.
الرمحيه. بيكون عمال يفكر مع نفسه بطلنا ليه ومش طايق نفسه لحد هذه اللحظه بسبب ان هو ما قدرش ان هو يلاقيها، عمال يبرطم في الكلام، كلام مش مفهوم لدرجه ان الناس اللي حواليه ما بيكونوش اصلا فاهمين هو بيقول ايه. بيقولوا له انت بتقول تعويذه ولا ايه يا عم انت؟ فالولد الصغير بيقول له ساعتها كويس ابن عمك قدر ان هو يتحول لقطره الماء وانت زعلان ليه؟ فالسمكه الحمراء بترد عليهم وبتقول لهم انا ما لقيتش فيها قطره الماء اللي انا عايزاها. ليه بيعتذر منهم؟ لان ما عندوش القدره الكافيه ان هو يلاقيها، وهو فشل بالفعل ان هو يدور في كل مكان، ولكن ما بيكونش هيستسلم وبيحاول ان هو يشجعهم في اللحظه دي، بيقول لهم احنا هندور على قد ما نقدر لحد ما نلاقيها. ولكن واثناء ما هم واقفين بيتكلموا بدون اي مقدمات بتحصل دوامه كبيره جدا وبتطلع لفوق زي الاعصار، وبيقدر ان هو يلاقيها وكان لسه هيلمسها، لكن الطاقه بتاعته للاسف خلصت في الوقت ده. وكان وراهم ساعتها 3 من التلاميذ جايين عليهم علشان يهجموا ويخلصوا عليهم في اسرع وقت ممكن. فبطلنا بيطلب من الناس اللي معاه ان هم يهربوا في اسرع وقت ممكن من قدامهم من هنا علشان ما يخلصوش عليهم، ولكن السمكه الحمراء بتقول له انا هوقفهم وانتوا اتكلوا على الله. ولكن التلاميذ في هذه الاثناء ما بيكونوش طايقين بطلنا وبيقولوا له لازم تنحلي لنا دلوقتي حالا وتعتذر من اللي انت عملته واحنا هنسيبك تمشي. ولما بيرفضوا واحد منهم بيقرر ان هو يهاجم الولد الصغير ابن عم بطلنا، ولكن بطلنا ليه بيتدخل في اللحظه الاخيره وبيقدر ان هو يدافع عنه، وجمع كل قوته وضرب واحد منهم بقوه وقتها وقعه على ظهره، ولكنه بيرجع مره تانية قدام عمال بينزف من بقه وحالته تصعب على الناس كلها. واذ فجاه وهم واقفين كده بيلاقوا حيه ضخمه رايحه ناحيتهم، فالكل بيهرب وبيكون خايف منها الا بطلنا ليه. وبيبصوا للناس في هذه الاثناء بيقول لهم خلونا نتعاون مع بعض دلوقتي علشان نخلص عليها، لان الواحد لوحده مش هيقدر ان هو يعمل لها اي حاجه. ولكن كلهم للاسف بيكونوا خايفين وبيقولوا له مع نفسك يا باشا انت احنا مش مضحيين بحياتنا. ما بيكونش عارف يعمل ايه في هذه الاثناء، وبيبص لاصدقائه وبيقول لهم احنا على فكره احنا الثلاثه مش هنقدر عليها ابدا، ده هي قويه جدا. فالسمكه ساعتها بتقف قدامها وبتحاول ان هي تلفت انتباهها وتشتتها عن بطلنا علشان بطلنا يقدر ان هو يخلص عليها من ظهرها. فالحيه دي بتمسكها بديلها في هذه الاثناء ماسكه قويه جدا وبتحطها على الارض وبتقرب منها واحده واحده بالراحه جدا. ولكن السمكه الحمراء بتمسكها وكانها حيوان اليف وبتقول لها انت ما عندكيش اي نيه وحشه ان انت تخلصي عليا صح؟ والله احنا طيبين ومش هنعمل فيك حاجه، حتى شوفوا اصدقائي حلوين ازاي وبيحبوكي. وعلى الجانب الاخر بقى بيكونوا شيوخ الطائفه بيراقبوا كل اللي بيحصل ده من بعيد لبعيد، وبيكونوا كمان معجبين بشجاعه السمكه الحمراء وان هي قدرت تقف قدام وحش عملاق زي ده، وقدرت كمان ان هي تتفاوض معاه وتخليها بدل ما كانت عايزه تقتلهم تكون متعاونه معاهم. ده عندها سرعه اقناع رهيبه وبتقدر كمان ان هي تراود الحيوانات، ده شكلها تكون تلميذه مميزه. وبيفضل الولد الصغير ينادي على بطلنا ليه علشان يقوم في هذه الاثناء، لكنه بيكون واقع على الارض وتعبان جدا مش قادر، وما عندوش اي قدره ان هو يقاوم ابدا، وما بيكونش قادر حتى يتحرك من مكانه. وساعتها السمكه الحمراء بتطلب من الحيه ان هي تساعدها، او بمعنى اصح ان هي تساعد ليه اللي مرمى على الارض. وبالفعل الحيه بعد كده بتقرب من بطلنا ليه اللي بيكون مرمى على الارض وبتبخ السم بتاعها على راسه. ولكن الولد الصغير ابن عمه بيصرخ في هذه الاثناء وبيقول لها الله يخرب بيتك انت بتعملي ايه؟ انت هتموتيه بالسم بتاعك. ولكن السمكه الحمراء في هذه الاثناء بتطمنه وبتقول له السم بيتحارب بالسم اللي زيه خد بالك. وبطلنا ليه بيكون بيتألم في هذه الاثناء وحاسس ان في قوتين جواه بيتصارعوا مع بعض، ولكن واذ فجاه بيتفاجئوا ان في رياح قويه جدا هبت عليهم في هذه الاثناء من غير ما يعرفوا اي حاجه. وساعتها بتتفتح قدامهم البوابه وبتعرفهم ان هم عدوا الاختبار بسلام علشان يدخلوا الاختبار اللي بعده. وبالفعل بينتقلوا للمستوى اللي بعد كده وبيلاقي مفيش حد غيرهم جوه وصل اساسا. البنت ساعتها بتفرح جدا وبتقول للبطلنا ان هم شكلهم اول ناس نجحوا في المهمه دي لانها كانت صعبه جدا بالفعل. وساعتها في هذه الاثناء بيظهر قدامهم 2 من المعلمين اللي كانوا بيتفرجوا على المعركه كلها من بعيد، وبيكونوا بيتعاركوا مع بعض على مين ياخد ال3 دول كتلاميذ ليه. بيستقبلهم واحد من احد المعلمين في هذه الاثناء وبيهنيهم على الفوز العملاق اللي هم حققوه ده، وبيعرفهم بنفسه، وبنعرف ان هو رئيس قاعده صقل الاسلحه. وبيبص للبنت وبيقول لها لو اخترت ان انت تكون التلميذه بتاعتي ساعتها هتقدري تاخدي اي سلاح من الاسلحه اللي عند الروحيه، اوعدك ان اي سلاح هتشاور عليه بس كده هيكون ملكك في اقل وقت ممكن. ولكن المعلم التاني بيديله برجله في هذه الاثناء بيطيره من قدامها وبيقف وبيقول لها اوعي تصدقي ده كداب اصلا ما عندوش اي اسلحه كان نفع نفسه حتى بيها، لكن انا بقى عندي قاعده قتاليه كبيره جدا ممكن ادربك فيها وتكون اقوى من كده بكتير. كل واحد بيعرض عليها في هذه الاثناء ان هي تكون التلميذه بتاعته، هيقدم لها مزايا عمرها في حياتها ما كانت تحلم بيها. وكل المعلمين بيكونوا ملتفين حواليهم وبيتخانقوا عليهم، بالفعل كل واحد عايز يختار واحد منهم. ولكن في هذه الاثناء بطلنا بيبص لها وبيقول لها انا شايف ان في ضجه كبيره جدا على البنت دي وانتم مشتتين تفكيرها، سيبوها هي اللي تختار بنفسها اللي هي عايزاه. ولكن البنت بقى بتفاجئهم كلهم وبتقول لهم مكان ما يكون بطلنا ليه موجود هناك انا هكون معاه. ولكن واذ فجاه هم واقفين بيتكلموا بيظهر في وسطهم واحد من المعلمين الكبار وبيقول لهم على فكره ال3 دول محتاجين ان هم يكونوا في قاعده الطب على ما اعتقد، لان عائله ليه محتاجه لده في اسرع وقت ممكن ويكون كويس ليهم.
والولد الصغير بيكون عارف المعلم ده وبيعرفهم ان هو المعلم وانج تشانجا، وده باختصار كده يا ساده رئيس قاعده الطب، وليه بالفعل بيقابله استقبال كويس جدا وبيرحب بيه وبيعرفه بنفسه. لكن معلم قاعده ترويض الوحوش بيتكلم وبيقول لهم ان الناس دي مش هينفع تروح اي قاعده تانية، لازم يكونوا معايا في قاعده ترويض الوحوش لان هم اصلا وحوش. فالمعلم واقف هذه اللحظه بيتريق عليه وبيقول له هو انت ايه اللي جابك اصلا هنا وحاشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ فبيرد عليه المعلم باي بيقول له اصل انا شايف قاعده ترويض الوحوش زيها زي قاعده الطب بالظبط كده، يعني مفيش اي فرق. وبيعرفوا كمان ان البنت الصغيره دي بتمارس المهارات المعتمده على الميه وبس، علشان كده انا شايف ان قاعده ترويض الوحوش هتكون احسن ليهم بنسبه كبيره جدا. المعلم وفي هذه اللحظه بيتضايق جدا منه وبيقول له انت ازاي تتجرأ اصلا وتنافسني، انت مجنون يا ابني؟ فالمعلم باي بيرد عليه بكل ثقه وبيقول له على فكره الكل بيخاف منك لكن انا لا، ممكن اكسر راسك دلوقتي حالا. وبيخلص التقييم في هذه الاثناء بالفعل بعد شجار قوي جدا بينهم، وبيبدا اجتماع المعلمين وبيكونوا هيرجعوا للاماكن بتاعتهم مره تانية. ولكن قبل ما يمشوا المعلم وبيبص لبطلنا ليه وبيقول له على فكره انت ولد ذكي جدا واتمنى ان انت تختار الاختيار الصح، ما توقعش نفسك في اي حاجه كده والسلام. فالبنت الصغيره بتكون حاسه بالاسف في هذه اللحظه لانهم اتخانقوا بسببها وبتعتذر منه لو هي سببت له مشكله، ولكن بيطمنها بيقول لها مفيش اي حاجه اطمني خالص، ولكن بس اتمنى ان انت تكوني جنبي وتختار الاختيار الصح. وساعتها المجلس بيعلن عن اول 10 طلاب من الطلاب الناجحين وبيطلب منهم وقتها ان هم يختاروا المعلمين بتوعهم. واحد من المعلمين في هذه الاثناء بيتدخل وبيقول ان الطلبه الاوائل هينضموا لقاعده الكيمياء، فعلشان كده عايزكم تختاروا كويس قوي. بيطلب منهم بالفعل ان هم يبداوا يختاروا في هذه الاثناء، واول واحد بيختار فيهم هو بطلنا ليه اللي بيختار ترويض الوحوش. فساعتها المعلم باي ما بيكونش مصدق نفسه وبيرحب بيه وبيقول له اهلا بك يا باشا في بيتك التاني. بيكون بيحاول يقنع باقي الطلاب ان هم ينضموا زي ما هو انضم كده، وبيقول لهم القاعده هترحب بيكم صدقوني وتوفر لكم كل حاجه. فساعتها المعلم بيكون متضايق جدا من بطلنا ليه وبيتوعد له ان هو يخلص عليه لو جه قدامه في اي وقت من الاوقات. فساعتها بيتدخل ابن عم بطلنا الصغير بيعرفه ان مفيش داعي اللي هو بيعمله ده لان العيلتين انفصلوا من زمان. وساعتها بطلنا ليه بيطمن البنت الصغيره وبيقول لها اهم شيء دلوقتي ان احنا نعمله لازم نكون اقوياء جدا، لان زي ما انت شايفه كده مفيش مكان للضعيف هنا واي حد بيكون ضعيف بيدوسوا على وشه. ثم من بعد كده بتيجي المرحله الاخيره واللي هي مرحله توزيع الجوائز، والكل في هذه الاثناء بيكون محتار وبيتساءل يا ترى مين اللي هياخد المركز الاول. اما بقى السمكه الحمراء بتكون بتتساءل عن الاخت شوانج يا ترى مش موجوده لحد دلوقتي ليه؟ فبيرد عليها بطلنا ليه وبيقول لها ما تقلقيش يا ستي اكيد في حاجه حصلت معاها بس وهي اخرتها هي اكيد بخير يعني. واذ فجاه بيلاقوا بنت جميله جدا بتمر من وسطهم كده بالموكب بتاعها، وبيتم في هذه الاثناء الاعلان عن الفائز بالمركز الاول اللي بيكون تلميذ المعلم تشانج. وبيكون الكل مبهورين بجمال البنت دي، والمعلمه تشانج وقتها بتروح للسمكه الحمراء وبتقول لها انت اللي فزت زي ما انا وعدتك اهو بالظبط والناس كلها هتسقف لك دلوقتي. فالبنت بتروح تكلم بطلنا في هذه اللحظه وبتكون فرحانه جدا وبتحتفل معاه بالفوز بالمركز الاول. فالناس كلهم بيلاحظوا ان هي بتكلمه بطريقه مختلفه وبتحترمه عنهم كمان، فبيكونوا متضايقين جدا منه وغيرانين، وان هي كمان بتكلمه ببرود اعصاب كده غير ما هي بتتكلم معاهم وبتكون بتتخانق معاهم في كل الاوقات. فبيحصل مشاجره قويه جدا بينهم في هذه الاثناء ويبداوا ان هم يضربوا بعض، ولكن بتطلب منهم في هذه الاثناء ان هم يتوقفوا عن اللي هم بيعملوه ده. وساعتها بنشوف واحد من المعلمين اللي واقفين بيبص لبطلنا ليه وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتقرب من حبيبتي يالا. اما عن المعلمه تشانج فبتكون فرحانه جدا ان هي قلعت لبس التكريم ده وبقت حره دلوقتي. فالمعلم باي ساعتها بيروح لها وبيقول لها انا كنت مستغرب جدا ان هم كانوا عارفين المعلمه تشانج، ما توقعتش ان حد يعرفك خالص. فبتعرفه ان هو كان تعرف سطحي، وبعد كده بنلاقي ان المعلم اختار جيانج، وده اللي بتكون السمكه الحمراء تلميذته المباشره. فواحده من اللي واقفين بتساله عن تيان في هذه اللحظه فبيرد عليها وبيقول لها ان هو ولد شاطر جدا ومش محتاج ان هو يدرس ابدا ولا يعمل اي حاجه علشان كده مش هيكون مناسب للطائفه بتاعتكم. فالولد الصغير ابن عم بطلنا بيصرخ باعلى صوته وبيقول لهم هو انتوا هتطردوا ابن عم من الاكاديميه ولا انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ انا ما بقتش فاهم حاجه من الكلام الغريب بتاعكم ده. فالسمكه الحمراء بترد في هذه الاثناء وبتقول لهم لو ليه مشى من القاعده انا همشي وراه على طول. ولكن ساعتها بطلنا ليه بيشاور لها بيقول لها استني بس انت وانا هشوف الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه لان انا مش فاهم حاجه انا كمان. وبيبص للمعلم باي بيقول له انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده كويس قوي ولا انت بتهبد وخلاص؟ فبيرد عليه وبيعرفه ان هو طلع للمكتبه اللي في الدور العلوي ولقى فيها كتاب بيقول ان اللي يقدر يلاقي قطره ميه فهو عبقري جدا. معنى الكلام ده ان
انت عبقري جدا يا ليه ومش محتاج ان انت تكون معانا ابدا. وساعتها بتظهر قطه كينج وبتروح تحضنها وبتكون فرحانه جدا بيها اول ما بتشوفها، ولكن بتعرف ان هي مشيت مسافه كبيره جدا لحد ما توصل هنا وبتكون متضايقه جدا. ولكن المعلم باي لما بيكونش سايب اي حد في حاله في هذه الاثناء بيبص لها بيقول لها القطه دي محتاجه شويه تدريب على فكره. يا عم ما تقعد بقى وانت مش سايب قطط ولا حيوانات ولا بني ادمين حتى في حالهم، ايه يا عم الرخامه دي؟ فساعتها بيرد عليه وبيطلب منه ان هو يجمع له التلاميذ المتفوقين علشان يدرسوا مباشر مع المعلم بشكل فردي، وهيدرسوا كمان توفير الاكسير وفنون الدفاع عن النفس، ولازم ان احنا نتبادل الموارد مع مساهمه الطائفه دلوقتي حالا، وهيكون لك الحريه وقتها في اختيار القاعده اللي انت عايزها. ولكن بطلنا ليه بيرد عليه في هذه الاثناء وبيقول له يا عم الحاجات الكتير اللي انت عايزني اعملها لك دي، الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اساعدك بها دلوقتي هي ان اديك الرمز اللي هيسمح ليك بالدخول والخروج من الطابق العلوي، وللاسف دي اكتر حاجه ممكن اقدمها لك او اساعدك بيها. وقال له كمان ان الكهف بتاعه تم تجهيزه، اما البنت الصغيره هتكون قاعده معاه في الكهف بتاعه، اما بقى الولد ابن عمه هيكون جار للبنت لينجا لانها يعتبر زي اخته الكبيره ولها قلب نقي كمان زيها بالظبط، فبيفرح وقتها الولد الصغير بكده. وبنعرف بقى ان الكهف بتاع بطلنا مليان بالطاقه الروحيه اللي بتساعده في الزراعه بكل سهوله. ثم من بعد كده بنشوف بطلنا لما دخل الكهف بتاعه، اول ما بيدخل هناك وبيشوف الحاجات اللي فيه بيقول ان المعلم ما خدعوش ولا ضحك عليه، لان الحيويه والطاقه هنا اكتر بكتير من طائفه الجبل. وبنعرف بعد كده ان المعلم شياو بعت بعض الاشخاص علشان يهاجموا بطلنا ليه، ولكن اول ما بيقربوا منه بيكونوا هيهجموا عليه، فبنلاقي ان بطلنا نام او تقريبا والعلم لله كان بيعمل خطه وبيمثل عليهم. فساعتها بيتضايق واحد منهم بالفعل وبيقول هو بيعمل ايه الحيوان ده، وبيقول هو اكيد بيعمل الخطه الملعونه دي علشان خاطر يضايقنا وبس. وبالفعل ساعتها بطلنا بيصحى وبيبص لهم وبيقول لهم خلصتوا بقى التمثيل اللي انتوا بتعملوه، يلا بقى وروني يا حبيب قلب انت هو هتعملوا ايه. فكلام بطلنا بالفعل بيقدر ان هو يستفزهم في هذه الاثناء، وبيبداوا ان هم يجمعوا كل القوه بتاعتهم وعايزين يهجموا عليه. وبنشوف الاول فيهم اللي كان عنده مخالب قويه جدا، اما الثاني عنده كرات ناريه. واما بقى عن الشخص الثالث فكان عنده النصل الاسود القوي. اتحدوا في الهجوم بتاعهم وهجموا عليه بكل قوتهم هم الثلاثه، ولكن بطلنا بيقدر ان هو يتصدى للضربات بتاعتهم وضربهم ضربه قويه جدا، وقتها رماهم على الارض، ما بقاش قدامه غير الرابع بتاعهم. ولما جه دور علشان يهجم عليه استسلم وقتها، وساعتها بطلنا اخدهم وربطهم في الشجره وبدا يسالهم يا ترى مين اللي بعتكم دلوقتي حالا والا هخلص عليكم في اسرع وقت ممكن. ولكنهم كانوا خايفين جدا منه وفضلوا يترجوه، كانوا هيبوسوا ايده ان هو يسيبهم يمشوا، ما بيكونوش عايزين ان هم يجاوبوا على السؤال بتاعه. فبطلنا بيقول انا عارف ان الاحترام ما ينفعش مع الاشكال القذره اللي شبهكم. ثم من بعد كده بنشوف لما راح يبدل نقاط المساهمه بتاعته، وساعتها المعلم قابله ونصحه وقال له لازم ان انت تروح قاعده الارسال دلوقتي حالا علشان صدقني هناك خير ليك. وبالفعل اول ما بيروح هناك وبيقابل الشخص المسؤول بيتكلم معاه وبيقول له هو انت ايه اللي جايبك هنا يا معلم انت، وازاي دخلت هنا اصلا؟ انت مش شايف اليافطه مكتوب عليها ممنوع الدخول؟ اتفضل اخرج بره بقى، التذاكر بره، روح اشتري تذكره وبعد كده اتفضل ادخل زي الناس. فبطلنا بيعرفه ان هو شايف التذاكر كويس قوي وهو داخل، ولكن هو مش هيشتري حاجه ولا هو اي حد يعارضه اساسا. فالمسؤول بيرد عليه بيقول له انت ازاي بتتكلم بالاسلوب ده اصلا؟ انت ما تعرفش انت فين وبتكلم مين؟ فساعتها بطلنا بيمسكه من رقبته في هذه الاثناء بيقول له اديني تذكره بقى واسمح لي بالدخول والا هخلص عليك. ولكن الراجل بيقول له انا مش هديك اي حاجه، لان لو اديتك التذكره اللي انت عايزها هيخلصوا عليا كلهم دلوقتي. بس بطلنا بيقول له طيب ما انت لو ما اديتهاليش دلوقتي حالا انا اللي هخلص عليك وهدوس على وشك صدقني. بياخد بعد كده منه اللي هو عايزه بالفعل وبيروح عند قاعده التنجيم، بيكون رايح لحد هناك علشان يحضر المحاضره بتاعته. ولكن المفاجاه اول ما بيوصل هناك بيلاقي الاخ الاكبر اتشاو في وشه. اول ما بيشوفه تشاو بيقول للناس اللي واقفه معاه احنا شكلنا مش هندرس النهارده اصلا بسبب الحساله اللي دخل المكان ده. وبيروح بالفعل عند بطلنا في هذه الاثناء وبيقول له انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا مستحيل ادرس لواحد زيك. فبطلنا بيتضايق جدا منه وبيقول له انت تقصد ايه بالظبط بالكلام بتاعك ده يا حيوان انت؟ فبيرد على الراجل وبيقول له انا عايز اعرف بس ازاي حيوان من عائله ليه يتجرأ ويدخل للطائفه بتاعتنا، ومين اللي سمح له اساسا ان هو يكون موجود وسطنا؟ وانت اول ما دخلت الطائفه اصلا كنت قريب جدا من الانسه تشينج، وانا ما اعرفش ازاي اصلا انت فزت لحد هذه اللحظه، وانت اصلا كنت خسران، انت مش مؤهل ان انت تفضل هنا في وسطنا، لازم تطلع بره دلوقتي. فبطلنا بقى بيرد عليه في هذه الاثناء بيقول له انت اللي عملت لي الكمين ده علشان ما كنتش موجود معاكم هنا ومنعتني ان انا ادخل الطائفه صح؟ مش مكسوف من نفسك وانت بتستخدم الحيل القذره اللي شبهك دي؟ بيتدخل واحد من التلاميذ في هذه الاثناء بيقول له هو انت عارف يعني ايه تسلسل هرمي وازاي تحترم الاكبر منك في المقام؟ انت ازاي حيوان انت تجرؤ وتتكلم مع الاخ الاكبر شياو بالطريقه الحيوانه اللي شبهك دي؟ ده هو يعتبر من احسن الناس اللي موجوده هنا والتلميذ الثالث بعد المعلم وينجا. بيرد عليه بطلنا في هذه الاثناء وبيقول له هو انت بقى الكلب اللي عائله وينج ربوه؟ هو انت ليه محموق لهم كده؟ انا فعلا زي ما انا قلت لك بالظبط ان انت كلب ومستحيل البنت تشانج ان هي تحبك اصلا. شياو بيرد عليه في هذه الاثناء وبيقول له انا عايز المهزله اللي بتحصل هنا دي تخلص في اسرع وقت ممكن احسن لك يا حيوان، ابعد عننا. هو انت فاكر ان انا لو ما درستلكش هتفضل موجود هنا وحد يرضى يدرس لك اساسا بعدي؟ فبيرد على بطلنا ليه باستهزاء في هذه الاثناء وبيقول له ده مجرد خطوه بسيطه جدا، انا ممكن اعلم نفسي بنفسي يا حبيبي، مش محتاج
له واحد حقير زيك كده علشان يعلمني ولا يقيمني ولا يفهمني اي حاجه. بيتضايق جدا منه شياو في هذه الاثناء، وبطلنا بيحاول ان هو يستفزه اكتر واكتر، وبيحدف له حبتين من الاكسير وبيقول له ده تعويض علشان انا دخلت هنا من غير اذنك. اه يا ابن المستفز يا ليه، ده انت بتحاول تشعل الدنيا اكتر واكتر، انت عايز توصل ليه يا جدع انت. وبنشوف بطلنا ليه لما كان بيفضل يتدرب كتير وكتير، وساعتها كان بيتكلم مع نفسه وبيقول ان السرعه اتحسنت بعد الممارسه العقليه، ولكن يا ترى ليه الاتجاه اتغير عما كان متوقع تماما، مع ان حسبت موقع النجوم الثابته يعتبر بالظبط، بس من الواضح كده ان هي بتعتمد على الشخص نفسه. ايه الغلط بس اللي حصل؟ انا مش فاهم اي حاجه دلوقتي. انا لازم ادمج البيانات الشخصيه علشان اعيد حسابات سرعه الهبوط مره تانية، وساعتها بس اقدر احدد يا ترى ايه الغلط اللي حصل هنا في الموضوع. وبيكون بيفكر مع نفسه اثناء ما هو كان بيتدرب، وبيقول ان هو محتاج مساعده لتدريب حركه القدمين بتوعه، وفعلا بيروح للمعلم هوانج والمعلم بوتشي ابن عمه علشان يساعدوه ان هو يقدر يحل المشكله اللي عنده دي. وساعتها بتتكلم معاه السمكه الحمراء، بيقول له انت عايزني اضربك بالكرات اللي معايا دي ولا انت عايز ايه دلوقتي؟ فبيرد عليها ابن عمه وبيقول لها على فكره دي كرات روحيه وقوتها ضعيفه جدا، يعني انت فرحانه بيها ليه؟ هي بس بتخزن القوه وتحولها لسرعه فقط لا غير يعني. فبيرد عليهم ليه وبيقول لهم ان هم لازم يضربوا الكره بقوه علشان يكون لها تاثير كويس. بيفضلوا يتدربوا كتير جدا ويكونوا حاسين بالارهاق في الوقت ده، والبنت بتقول له احنا لازم ناخد شويه راحه دلوقتي حالا، ولكن بطلنا بيرد عليهم وبيقول لهم الطريقه اللي انا كنت متعود عليها ما بقتش فعاله بالمره، وانا عايز دلوقتي اجرب طريقه تانية، فعلشان كده بتمرن كتير. وبيطلب منهم في هذه الاثناء ان هم يضربوا كره الهاله اللي لسه موجوده معاهم بكل قوتهم. فالبنت بتقول له انت متاكد من الكلام ده؟ ده يعتبر اخر كره موجوده معانا. وبالفعل بيقول لها تضربها، بتضربها بكل قوتها، وبالفعل بتروح نحو بطلنا في هذه الاثناء، وبيكون حواليها هاله كبيره جدا من النور. بيكون فرحان وبيتكلم مع نفسه وبيقول ده اكيد هتزود امكانياتي وهتخلينا اتحسن عن الاول، وهتخلي دماغي كمان يقدر يحسب بشكل اسرع علشان ما اقعش في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه من شويه. البنت لما شافت هجوم الكره على بطلنا خافت جدا عليه وراحت علشان تطمن وتقول له يا ترى ايه اللي حصل لك ده. وبتلاقيه ان هو بيربط عينه وبيتكلم معاها وبيقول لها النجاح والفشل بيعتمد على خطوه واحده، وهي خطوه استخدام الحدث والذاكره العضليه علشان اعمل بده مره تانية. وبنشوف بطلنا اللي لما بيرجع يتدرب مره تانية وهو مغمى عينه، وبتكون كرات هاله قويه جدا حواليه، واخيرا بعد تدريب طويل جدا بيقدر ان هو ينجح في هذه الاثناء، وبيكون متحكم في سرعته كويس قوي. وساعتها بيتكلم مع نفسه وهو فرحان وبيقول ان القوه اللي حصل عليها دي قوه عاليه جدا، وهيقدر يواجه بيها الولد اللي اسمه تشاو اللي فاكر نفسه ان هو قوي محدش يقدر عليه في العالم كله. ده انا محضر لك مفاجاه اللي اسمك شياو انت، ده انا هخليك تعملها على روحك. بنشوف بطلنا بعد كده لما بيروح عند قاعه التنجيم عند الولد تشاو، فاول ما بيشوفه بيقول له انت ايه اللي جابك هنا مره تانية؟ انا مش قلت لك ان انت ما تجيش هنا؟ انت عايز ايه يا عم انت؟ واذ فجاه بيلاقي بطلنا بيرمي ورق الدروس والمعادلات في وشه بكل بجاحه كده، فبيدرك وقتها بيعرف ان هو عارف يوصل للحل وان هو مش محتاج له ابدا. بيتكلم معاه تشاو في هذه الاثناء بيقول له انت عايز تسرق الشعب مني؟ انت مش مؤهل ان انت تكون معلم ابدا، ولا مؤهل ان انت تكون مكاني، انا متولى منصب كبير جدا هنا. هو انت عاقل اللي انت بتقوله ولا انت بتقول اي كلام وخلاص؟ فبيرد عليه بطلنا ليه وبيقول له انا بقيت احسن منك دلوقتي وما ينفعش اتنين يدرسوا نفس دور التنجيم، ايه رايك ان احنا نتراهن دلوقتي حالا؟ فبيعرف شياو ان هو قدر يتعلم كل حاجه فعلا وجاي علشان يحط عليه. بيعرفوا بطلنا اللي هيكون عنده عدد اقل من التلاميذ يجي ويرجع قدام التاني ويعترف بالهزيمه بتاعته، لا ومش بس قدام التاني، ده قدام الناس كلها، وما يدخلش قاعده التدريس دي مره تانية ابدا. فبيتكلم احد التلاميذ في هذه الاثناء بيقول له الراجل ده واثق في نفسه كده ليه؟ ده شكله فعلا بقى معلم للتنجيم كويس قوي. ولكن بيرد على واحد من التلاميذ تاني وبيقول له بس عمره مهما فعل مش هيبقى زي الاخ الاكبر تشاو. يا عم بتتكلم في ايه؟ ده فرق السما عن الارض بينهم هما الاثنين. فبطلنا في هذه الاثناء بيشوفه واقف متردد، فبيقول له انت خايف ليه يا عم؟ طب ما تجرب مش هتخسر حاجه. بيرد عليه تشاو بيقول له انت نسيت نفسك يا ابني؟ ده انت مجرد تلميذ جديد وانت هتقارن نفسك بيا ولا ايه؟ انا مش فاهم ازاي جالك الجراءه ان انت تقف قدامه وتطلب منه حاجه زي دي، لا وكمان بتتراهن معايا. ولكن بطلنا بيفضل يستفزه لحد ما بالفعل بيقبل التحدي تشاو. وبنشوف بعد كده بطلنا لما كان واقف مع الفريق بتاعه علشان يجمعوا اكبر عدد من التلاميذ لدوره التنجيم، ولكن تلاميذ تشاو في هذه الاثناء بيكونوا انتشروا في المكان كله وبيخطفوا منهم اي تلميذ يكون واقف قدامهم او يحاول ان هو ينضم ليهم. وده طبعا بيعملوه لما بيعرفوا التلاميذ ان الاخ الاكبر تشاو النهارده بيقدم دروس مجانيه من غير اي فلوس خالص، ودي بتكون فرصه كويسه جدا ليهم والناس كلها بتكون عايزه تنضم ليهم. وبالفعل بيروحوا من بطلنا وما بيقدرش ان هو يعمل اي حاجه، ولكن ابن عمه الصغير في هذه الاثناء بيقول له مش عايزك تقلق ابدا يا ليه، انا واقف جنبك وهساعدك على قد ما اقدر. فبيشكره بطلنا في هذه الاثناء وبيقول له انا عايزك في حاجه فعلا دلوقتي، عايز اطلب منك خدمه صغيره. وبنشوف البنت بعد كده وهي مجمعه البنات كلهم اللي بيكونوا بيشتكوا من رمي كرات القوه، وبتنصحهم في هذه الاثناء وبتفضل تديلهم في عروض علشان ينضموا للفريق بتاع بطلنا ليه. وبالفعل بتقدر ان هي تقنعهم في هذه الاثناء بعد محاولات كبيره، وبيروحوا له علشان ينضموا للفريق بتاعه. بيكون عايز يصمم لهم زي خاص في هذه الاثناء، ولكن
ولكن ما بيكونش عارف مقاساتهم طبعا. البنات طبعا بتتحرك في هذه الاثناء، ولكن الولد الصغير ابن عمه بيقدر يحل المشكله دي، وبيكلف واحده من البنات ان هي تاخد مقاسات كل زمايلها اللي واقفين معاه علشان ما يكونش في احراج ولا حاجه، وبكده تكون المشكله اتحلت. وفريق بطلنا بدا ان هو يكمل واحده ورا واحده، يا ترى هيكبر ويقدر ان هو يفوز في الرهان ده ولا تشاو هيحط عليه. بيعرفهم وقتها كمان ان هو حسن كرة طاقة المية وان هي مش هتتكسر بمجرد ما تلمس الجسم وخلاص، فمش عايزكوا تقلقوا خالص، هي مش هتأذيكوا ابدا. فساعتها بيفرحوا جدا وبيقتنعوا بالكلام بتاعه، وبيكونوا عايزين ان هم يتعلموا في اسرع وقت ممكن. وبعد كده بيجتمع تلاميذ الاخ الاكبر، وواحد منهم بيقول ان هو زعق له مرة تانية، وان هو حرجه بالكلام كمان وسط زمايله، وقال له ان هو ما عندوش موهبة ومش هيقدر ان هو يتعلم ابدا لو قعد طول عمره. وساعتها بالفعل بيأكد كلامه واحد تاني من زمايله، بيقول ايوه وانا كمان قال لي نفس الكلام ده بالظبط. فبيظهر الولد الصغير ابن عم بطلنا وبيقول لهم ايوه ما هو لازم يقول كده، لانه اصلا باختصار ما بيعرفش يدرس لاي حد وما بيفهمش اساسا. وبيبدا في هذه الاثناء يفرجهم على المهارات بتاعته وحركاته السريعه جدا، بيكونوا مبهورين بالحركات بتاعته، بيسالوه لو دي النسخه من اصحاب كره الميه. واحد بيرد عليه وبيقول له ايوه هي بالظبط دي، واكيد في نسخ كتير تانية منها. ابن عم بطلنا بياكد الكلام بالفعل وبيقول لهم ايوه هي موجوده كلها، واكيد ابن عم بيعرف يعلم اي حد الحركات دي كلها. بيبدا ان هو يطمنهم وبيقول لهم هيعلم كل واحد فيكم على حسب الامكانيات بتاعته وقدراته لحد ما يفهم ويبقى احسن حاجه. وبالفعل بيقدر يقنع التلاميذ كلها دلوقتي ان بطلنا ليه احسن معلم هنا. بيبداوا كلهم ان هم يطلبوا ان هم ينضموا للفريق بتاعه علشان يعلمهم. فتشاو بيكون قاعد يتفرج على اللي بيحصل ده، وبيكون حرفيا مصدوم جدا منه وعلى اخره وعايز يولع في ليه. بيسال اتباعه في هذه اللحظه عن باقي التلاميذ يا ترى هم راحوا فين، وبيعرفوا ان هم كلهم راحوا لبطلنا ليه. فبيكون متعصب جدا وبيقول الطفل الصغير ده ازاي تجرأ على تجاهل كل القواعد بتاعه الطائفه، واخد الناس كلها يدرس لها بشكل خاص ولنفسه. واحد من اتباعه بيقول له على فكره الولد ده حط عليكم بيدرس للناس بطريقه مختلفه احسن منك، وبداوا يفهموا منه. احنا لازم دلوقتي نروح للمعلم بتاعه ونحكي له على كل اللي حصل ده ونخليه يعاقبه ويأدبه. بنروح بعد كده عند بطلنا ليه، وبنعرف ان هو علم ناس كتيره جدا وكلهم قادرين ان هم يتحركوا بسهوله وبسرعه كمان. وبتيجي ساعتها المعلمه تشانج جوان، والكل بيلاحظ وجودها في هذه الاثناء. بترحب بالناس اللي موجوده كلها وبتعرفهم ان جايه لحد هنا علشان تشوف اللي هي اتعلمته اقوى ولا اللي ليه بيعلمه احسن. وبيبداوا الاثنين في هذه اللحظه ان هم يتنافسوا سوا، والتلاميذ بيكونوا بيتفرجوا بيقولوا ان هي سريعه جدا برضه. ولكن ما ننساش برضو ان المعلم ليه بيكون اسرع منها هو كمان. واذ فجأة نلاحظ ان هي كانت هتقع، ولكن قدر ان هو يمسكها قبل ما تقع. بتكون معجبة جدا بالطريقة بتاعته في القتال، وبتقول له طريقتك مهمة جدا وانا محتاجة ان انا اتعلمها وعندي فضول. بيروح بعد كده الاخ الاكبر تشاو هو واتباعه، اول ما بيشوفوهم سوا بيتضايقوا جدا وبتعصبوا، وساعتها بيأمروا ان هو يسيبها تروح دلوقتي حالا ومالوش دعوة بيها ابدا. فبطلنا بيبص له وبيقول له لسه ما جاش ميعاد الرهان بتاعنا علشان تيجي لحد عندي وترقى عليا، واضح جدا ان انت مستعجل وجاي بدري قبل الميعاد بتاعك. فبيتضايق جدا تشاو وبيقول له انت بتدي دروس خصوصيه، انا هدمر لك المكان دلوقتي حالا على دماغك، وابقى وريني بقى هتعمل ايه. وبيامر بالفعل اتباعه ان هم يكسروا المكان، ولكن التلاميذ اللي موجودين بيبداوا ان هم يدافعوا عن بطلنا ليه، وبيقفوا قدام تشاو وبيقولوا له عايزينك بقى دلوقتي حالا تورينا انت هتعمل ايه، احنا هنخلص عليك اصلا لو قربت منه. حابب اعرفك على قناه انمي طرش، قناه على كيفك بتقدم ملخصات جامده جدا، فعايزين كلنا نروح هناك نشترك في القناه ونفجر الكومنتات عنده. وبس لحد هنا تكون حلقه النهارده خلاص خلصت يا اساطير، فلو عجبتكم وعايزين الجزء التاني عرفوني تحت في الكومنتات وانا مش هتاخر عنكم.